السلام عليكم صديقي طالب ثالثه اعدادي، ايه الاخبار يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير. طلابنا حبايبنا طلاب ثالثه اعدادي في كل انحاء الجمهوريه، اهلا بكم يا شباب. ان شاء الله كده يا صديقي في المحاضره دي هنشرح مع بعض الوحده الثالثه بالكامل في فيديو واحد بس يا صديقي. هو يعني هتبقى محاضره واحده، طبعا انا عارف ان هي هتبقى محاضره كبيره، هتبقى محاضره دسمه، ولكن ان شاء الله هتبقى فيها شرح كافي ووافي وتفصيلي. طيب انا ماليش دعوه بوقت المحاضره قبل ما ابدا المحاضره اهو، عشان نبقى متفقين مع بعض. انا النهارده جاي اقول لك الكلام بالتفصيل، انا مش بنزل لك فيديو يوتيوب اللي هو انت تسمع منه كلمتين وتجري. ما مش هقدر اعمل الحته دي يا صديقي، والله معلش يعني. انا بعمل محتوى او بنزل المحاضره انا مقتنع بيها تماما 100%، لان هي نفس المحاضره بتاعت المنصه، فمش هنزل فيها حته ناقصه او معلومه مش هقولها او هكروت حاجه. حابب تسمع فانت معاك المحاضره زي ما يكون وقت الفيديو قبل ما نبدا اهوت، ممكن تكون ساعه ونص، ساعتين، 3 ساعات، ماليش دعوه. دي وحده بالكامل، ودي من اصعب وحدات المنهج، بس هتبقى سهله بعد ما تسمع المحاضره دي ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم امين. يلا بينا نبدا يا صديقي المحاضره بتاعتنا. اولا كده يا صديقي، طبعا المحاضره الجميله بتاعتنا، طبعا الفكره بتاعتها ايه؟ طبعا احنا هنبدا بحاجه اسمها الايه؟ الوراثه. طبعا هو بيتكلم عن حاجه اسمها المبادئ الاساسيه للوراثه. سيبك طبعا من اللي انا بعمله ده، ماشي؟ انا بس بحاول ان هو يطلع لي القلم، هو مش عايز يطلع لي القلم، بيعند فيا. ماشي اهو، طلع القلم اهو يا صديقي، بسم الله. اولا كده يا صديقي، طبعا انا جاي اتكلم عن ايه؟ عن حاجه اسمها المبادئ الاساسيه للوراثه. خلي بالك بقى كده، ايه موضوع المبادئ الاساسيه للوراثه؟ هي الوراثه عندها مبادئ؟ الوراثه عندها مبادئ. طب بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نفهم بس يعني نبذه مختصره عن بدايه الوراثه، ايه الارضيه بتاعت الوراثه، يعني انا هتكلم عن ايه بالظبط. تعالى كده اما نتكلم عن شويه حاجات. بص يا صديقي، اولا كده انت عندك، خلي بالك من الحته دي كده، انت عندك الخليه اهي. الخليه ايه؟ الخليه دي بيبقى فيها طبعا اكيد نواه. حلو جدا. النواه دهيت بيبقى جواها حاجه اسمها الكروموسومات. حاجه اسمها الايه؟ الكروموسومات. يبقى الخليه او النواه جواها حاجه اسمها الايه؟ الكروموسومات. طيب خلي بالك بقى كده معايا، الكروموسومات دهيت ايوه مالها بقى؟ ركز بقى معايا. الكروموسومات ديت طبعا بتتكون من حاجتين او ليها شكلين، ليها نوعين من انواع التراكيب. في تركيب اللي هو بيكون عباره عن الشكل ده كده، الكروموسوم ادي كروماتيد وادي كروماتيد ومتصلين معا بنقطه واحده اللي هي في النص دي كده، اسمها السنترومير. اسمها الايه؟ السنترومير. كلام جميل. يبقى ده كروماتيد، ايوه، وكله على بعضه اسمه كروموسوم. يبقى ده كروماتيد وده كروماتيد. حلو. طيب الكروموسوم ليه تركيب تاني اللي هو الدي ان اي والبروتين. اسمه ايه؟ الدي ان اي. خلي بالك بقى كده، الدي ان اي اللي هو الحمض النووي بتاعه، وحاجه اسمها بروتين. طيب خلي بالك بقى كده، البروتين ده بيكون حاجه اسمها الهستونات. الايه؟ الهستونات. انا ماليش دعوه ببدايه المحاضره، انا هنا الجزء ده تخصصي اكتر حاجه، يعني اكتر حاجه تخصصي واكتر حاجه كنت انا هحضر فيها اصلا ماجستير هو الوراثه. الوراثه بقى بالدي ان ايه، بالار ان ايه، بالبيولوجيا الجزيئيه. اي حد في ثالثه اعدادي ثالثه ثانوي فاهم اللي انا بقوله ده. طيب فالفكره كلها ان ده كده انا فاهم انا بعمل ايه، انا عارف انا بفرش لك ازاي الارضيه بتاعت الشرح اللي انا هشرحه لك. مش هروح اقول لك المعلومه دي في اخر الدرس فانت تكتشف ايه ده، احنا كل ده عشان نوصل لدي. طب ما انا اقولها لك في الاول. طيب الدي ان ايه ده بيتكون من ايه؟ طب تعالى بس نبص على الدي ان ده كده، بيبقى عباره عن شريطين بالشكل ده كده. عباره عن ايه؟ شريطين اللي هو بنقول عليهم لولب مزدوج. خلي بالك بقى كده، الدي ان ايه ده او الكروموسوم الواحد ده، ما هو الدي ان ايه هو اللي مركب الكروموسوم، مرتبط بس مع بروتين. دي ان ايه مع بروتين يبقى ركب الكروموسوم اللي هو ده. فالدي ان ايه ده فيه مئات او الاف الجينات. يعني مثلا تلاقي الجزئيه ده كده جين لون العيون، يبقى ده كده بيدينا جين ايه؟ لون، ايوه، العيون. خلي بالك بقى كده الجين. طب وده مثلا جين طول الشعر، ده جين مش عارف كذا، وده جين كذا. ايه ده؟ يعني الكروموسوم الواحد فيه مئات او الاف الجينات. حلو. الجين نفسه ده اسمه ايه؟ ده جين. ده ايه؟ ده الجين. الجين ده بيتكون من ايه؟ خلي بالك بقى كده، بيتكون من حاجه اسمها النيوكليوتيدات. بيتكون من حاجه اسمها الايه؟ النيوكليوتيدات. طب مش مهم انا بالنسبه لي دي قوي، بس المهم بالنسبه لي بقى ان انا عندي سؤال، هسال سؤال: ازاي بتنتقل الصفات الوراثيه؟
ازاي بنورث الصفة؟ ما هي الصفات الوراثية ديت اللي هي في الكروموسومات اللي انت بتورثها من الاب والام. انت كإنسان بتورث نص كروموسوماتك من الاب ونص كروموسوماتك من الام. لو انت فاكر الترم الاولاني لما كنا بناخد النقطة دي، لو انت فاكر افكرك كان الاب بيكون كام كروموسوم؟ الاب ايوه بيكون 46 كروموسوم. حلو. والام كانت بتكون 46 كروموسوم. حلو. الام كانت بتكون كام؟ كانت بتكون 46. كنا بناخد منهم الحيوان المنوي والبويضه. فالحيوان المنوي كان بيبقى 23 كروموسوم هنا وهنا 23 كروموسوم، ثم يتحد معا لتكوين الزيجوت اللي هو بيكون 46 اللي هو مين؟ الابن. يبقى الابن خد نص كروموسوماته من الاب ونص كروموسوماته من الام. هي من الكروموسومات، ما هي الكروموسومات ديت هي الدي ان ايه بتاعه اللي هي بتحمل الجينات المسؤوله عن ظهور الصفه الوراثيه. ايوه. يبقى دلوقتي يا صديقي احنا جايين بقى نفهم الخطه دي كلها. هو ايه اللي حصل؟ هي ايه الصفه الوراثيه؟ ازاي بتنتقل؟ طب مين اللي اخترع القوانين او المبادئ الاساسيه بتاعت الوراثه؟ ده اللي احنا جايين ناخده. كده انت داخل على الدرس بعد ما فهمت الجزئيه دي، انت كده هتبقى فاهم احنا هناخد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قعدت قلت شويه كلمات كده، صفه وراثيه. طب ما تيجي نفهمها. ان الصفات الوراثيه اللي انت بتورثها من الايه؟ من الاب. في صفات وراثيه وفي صفات مكتسبه. خلي بالك انت عندك نوعين من الصفات، يا اما صفات وراثيه يا اما صفات مكتسبه. يعني دلوقتي صفات بتنتقل من الاباء الى الابناء بالوراثه، بتنتقل من جيل للتاني، يبقى دي صفات وراثيه. لون العيون، طول الشعر، لون الشعر، نعومه الشعر، طول الاصابع، طول القامه، يبقى دي صفات وراثيه انتقلت من جيل لاخر. شكرا. فصيله دمك، عدد الاصابع بتاعتك، الحاجات دي. ولكن في صفات مكتسبه، هي صفات ما بتنتقلش ولكن انت بتتعلمها. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قلت لك دلوقتي القراءه، طب ما باباك بيعرف يقرا وبيكتب، مامتك بتعرف تقرا وبتكتب، انت ليه ما اتولدتش بتعرف تقرا وتكتب؟ انت اتعلمت ده. ممكن باباك يكون مثلا شخص وليكن يعني كده مش متعلم، شخص كبير مش متعلم، فهو خلف عيل وخلاه يتعلم، فالواد ده بقى يعرف يقرا ويكتب. هنقول بقى ان هو وراثه؟ ازاي وراثه ما هو ما بيعرفش يقرا ويكتب؟ يبقى اذا هي كده مش وراثه. يبقى في صفات مكتسبه غير قابله للانتقال من جيل للتاني، زي القراءه، تعلم الكتابه، المشي، اللعب الكوره، الحاجات دي كلها. حلو. طيب التحدث بلغات مختلفه، الحاجات دي كلام جميل. اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ العلم اللي احنا بنتكلم عليه ده اسمه علم الوراثه. هو علم بيوضح بيفسر ازاي الصفات الوراثيه بتنتقل من جيل للتاني، وبرضه بيوضح اوجه التشابه والاختلاف في الصفات الوراثيه. يعني مثلا انا واخد الصفه دي من ابويا مش من مامتي، لان انا متشابه مع ابويا مش متشابه فيها مع مامتي. وواخد صفة مثلا وليكن طول الشعر من مامتي مش من بابايا، يبقى انا متشابه فيها مع مامتي ومختلف فيها مع بابايا. شكرا. يبقى دي هي الفكرة كلها. حلو. يبقى انا بوضح حاجتين. اول حاجة هو بيوضح اوجه التشابه والاختلاف ما بين الصفات الوراثية، وبالتالي ازاي بقى بتنتقل، دراسة انتقالها من جيل الى ايه؟ الى اخر. كلام جميل. طيب 3 انواع من الازهار. 3 انواع من الازهار. 3. الزهرة بتتكون من 4 محيطات زهرية اللي هي الزهرة النموذجية اللي هي بتكون اسمها زهرة خنثى. يعني فيها اللي هو الكأس، وده كده الأوراق الخضراء، وفيها التويج، ودي الأوراق الملونة. دول ما يفرقوليش في حاجة. طيب كده موجودين يعتبر في كل الأزهار. ولكن عندك بقى لو لقيت فيه الطلع، وده الايه؟ ده عضو التذكير. ولو لقيت المتاع ده عضو التأنيث. لو لقيت ال4 دول كده، او بمعنى اصح يعني لقيت الطلع والمتاع، فدي تبقى زهره خنثى اللي فيها اعضاء التذكير والتانيث. ولكن لو لقيت الطلع بس زي دي كده، يبقى دي زهره مذكره. لو لقيت المتاع بس زي دي كده، يبقى دي ازهار ايه؟ ازهار مؤنثه. خلي بالك بقى كده، دي على فكره دي زهره خنثى دي زهره خنثى، دي مذكره اهيت ودي مؤنثه اهي، دي مذكره ايوه ودي ايه؟ ودي مؤنثه. حلو. خلي بالك بقى كده. يبقى ما هي الزهره المذكره؟ هي الزهره اللي فيها الطلع بس ما فيهاش متاع. طيب انما المؤنثه اللي فيها المتاع ما فيهاش الطلع. طب الزهره الخنثى اللي فيها الاثنين طلع ومتاع. طيب ده كده اول حاجه، دي الزهره الخنثى والزهره اللي هي المذكره والمؤنثه. عندنا نوعين من انواع التلقيح. عندنا ايه؟ نوعين من انواع التلقيح. عندنا تلقيح بيكون يا اما ذاتي، ايوه، يا اما تلقيح بيكون ايه؟
بيكون خلطي، يا اما ذاتي يا اما ايه بيكون خلطي. بص كده ادي نبات اهو، وركز بقى معايا. لو دي زهره في نبات ودي زهره خنثى، يعني فيها ادي التخت وادي فيها ادي ايه، ادي جزء بتاع حبوب اللقاح اهوت، وادي جزء الايه وادي جزء الميسم. حلو كده اهو بالشكل ده كده. حلو. لو زهره خنثى فهي تنتقل حبه اللقاح من متك الزهره لميسم نفس الزهره، صح كده؟ يبقى ده تلقيح ذاتي ولا خلطي؟ تلقيح ذاتي، لانه اهم حاجه من زهره لنفس الزهره، من متك زهره لميسم لنفس الزهره. اقول لك على حاجه، نفس النبات، بص كده، نفس النبات هو فرد واحد كده، هو نبات واحد. طب بص بقى الحته اللي جايه دي كده، لو انا قلت ده هعتبرها مش هتلقح نفسها يا عم، لا 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 لا، انا هروح حته ثانيه بقى خالص. ايه هي؟ هرسم زهره ثانيه، بس الزهره مثلا دي هتكون ايه؟ هتكون مؤنثه بقى، خلي بالك بقى كده، يعني فيها بس الميسم اهو بس، شكرا كده اهو. طبعا ده الايه، ده الاوراق الخضراء مثلا يعني، او الملونه. فكده هتنتقل حبه اللقاح من متك الزهره الى ميسم زهره اخرى بس في نفس النبات. اذا هو كده تلقيح ايه؟ ذاتي برضه. يبقى التلقيح الذاتي هو انتقال حبه اللقاح من متك زهره لميسم نفس الزهره، او من متك زهره الى ميسم زهره اخرى بس في نفس النبات. شكرا، خلص الموضوع يا عم الحاج. اللي بعده التلقيح الخلطي. لا، هنا ادي نبات وادي نبات، فادي انتقلت حبه اللقاح، خلي بالك بقى كده، من متك زهره ايوه الى ميسم زهره اخرى اهو، ادي متك زهره ايوه الى، خلي بالك بقى كده، الى ميسم زهره اخرى في نبات اخر. بس اهم حاجه ان مثلا وليكن لو ده نخيل ايوه، يبقى برضو ده نخيل، يبقى اهم حاجه ان هم يكونوا من نفس الايه، من نفس النوع. يعني مثلا نخله مع نخله، بس نخله مذكره، ادي نخله اهي وادي نخله اهي، يبقى كده تلقيح خلطي. ده تلقيح ايه؟ خلطي وليس ذاتي. حلو. اللي بعد كده طبعا اهو يا صديقي، طبعا ده تلقيح ذاتي وتلقيح خلطي بيشرحه لك، كلام جميل. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك طبعا احنا عندنا العالم اسمه مندل. طبعا مندل ده، تعالى نحكي لكم القصه على السريع. اللي حصل ان مندل طبعا يعني ايه اللي حصل، احكي لكم قصته. طبعا قصته مؤثره ولكن انا مش مسامحه وعند الله تجتمع الخصوم. ماشي كده. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان مندل ده ابوه توفى، فطبعا انا يعني رحت بقى اعزيه وواسيه وبتاع، هو كان صاحبي، كنا قاعدين في تخته واحده انا وهو. فطبعا ايه يعني قعدت اقول له طب هتعمل ايه، والبيت وايجار البيت والكهرباء والبتاع ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. وطبعا قال لي ده احنا متاخر علينا اصلا ايجار البيت شهرين يا عم احمد، والدنيا بايظه خالص معانا. الفكره كلها ان ابوه كان عنده قراطين زارعهم كلهم بسله، القراطين اللي هم حيلتهم كلهم، كل ما يمتلكوا في الحياه زارعينهم بسله. طبعا ابوه بقى كان يعني البسله وقتها كانت سعرها غالي جدا، والموسم بقى بتاعها وبص يعني الدنيا كانت معاهم هتبقى هيتنقلوا نقله ثانيه. فاللي حصل ان ابوه مات. قال لي انا ما يعني خلاص ده البسله يعني خلاص هنقلع البسله اهوت وهنبيعها بقى وبتاع، بس انا طبعا ما بفهمش في الكلام ده. قلت له طب ما تعالى ننزل كده انا وانت ونحاول نبيع. قال لي انا راجل عالم يا عم، هقف في السوق اقول لهم 2 كيلو بسله ب 50 ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. قلت له يا عم طب بص، من هنا لبكره هحاول اشوف لك حد يشتري مننا البسله دي كلها على بعضها كده، وتاخد وتدفع الدنيا بتاع الايجارات بتاعتك ومش عارف ايه، حتى لو هياخد الكيلو ب 40 جنيه ولا ب 35 جنيه، المهم تلم دنيتك. قال لي خلاص ايه ماشي. وروحت وبتاع وايه، وحاولت اشوف له حد، بس يعني ما لقيتش. بس كان في تاني يوم حد هيجي يعني يشتريها يعني وكده، لقيت حد قال لي هاجي تاني يوم. بعدين رحت له قلت له بقى ايه في حد وبتاع والكلام ده كله. قال لي بص انا قعدت طبعا ما نمتش طول الليل، انا قاعد سهران وفضلت نايم، يعني فضلت قاعد في المكان بتاعي لحد ما الصبح طلع. فطبعا ايه قعدت لقيت شويه حاجات كده، بس انا مش عارف يعني هي الحاجات دي لها يعني ليها فايده او فيها حاجه. ما انا برضو راجل عالم، يعني احنا الاثنين علماء زي بعض بقى، ما هو انا العالم احمد الشريف ماشي كده وهو العالم مندل، يعني خلينا برضو متفقين ان انا عالم احمد الشريف، يعني انت هنهزر مع بعض ولا ايه؟ فقلت له طب قول لي وريني ايه اللي انت خدت بالك منه. قال لي بص انا لقيت شويه صفات كده موجوده، بس مش عارف هل الصفات دي يعني لها دلاله. قلت له طب بس ايه اللي انت شفته؟ قال لي بص انا ببص على الازهار، لقيت في البسله ازهار بتكون حمراء وازهار بتكون بيضاء. قلت له ماشي حلو. طبعا هو جايب بقى النوت بتاعته، طبعا احنا كعلماء بنمشي بالنوت بتاعتنا بنكتب فيها يعني. طيب انا عندي كذا نوت هناك اهيت واجندات وبتاع وحاجات من دي. فطبعا ايه علماء بقى زي بعض. فقعد قال لي وريني، قلت له وريني كده وبتاع. لقيته كاتب لي بيقول لي لون ازهار بتكون احمر او ابيض. قلت له ماشي.
قال لي برضو عندنا حاجه مثلا ان انا ممكن الاقي الساق طويله وممكن تكون قصيره، لو انت خدت بالك. قلت له اه تصدق فعلا صح. قلت له بقى، ما انا قعدت بقى انا قاعد معاه، فقلت له بقول لك ايه، تصدق ان انا شايف ان القرن بتاع البسله في بيكون منتفخ وفي بيكون محزز. جه رايح كاتب في الورقه معاه، انا اللي كنت قايلها له خلي بالك من الحته دي. طيب وادي طول الساق اهو طويل وقصير. قلت له طبعا امي بتعمل لنا البسله، طبعا انا كنت ساعات بفرفطها معاها زمان بقى، وانا لما كنت بنزل السوق وانا صغير. ده كان سنه 2000، قول مثلا 2011 2012 2013 السنين دي كده. طبعا مندل ده 1800 وي تقريبا يعني ماشي. بس انا كنت بنزل السوق مع مامته وبقول له كده، ما انا برجع بالزمن، ما هو انا انسبشن، انا برجع بالزمن. المهم ايه اللي حصل؟ قلت له بص، ساعات كنا بالليل طبعا الحبايه بتاعت البسله ملساء، بس في حبايه بسله ساعات بتبقى مش مظبوطه كده بنرميها مجعده، فانا قلت له على الحته دي برضه. قال لي بس انا فتحت البسله لقيت فيه بذور صفراء وبذور خضراء. قلت له بجد والله؟ قال لي والله. قلت له لا بس استنى بس، ده المصريين كلهم عارفين ان البسله خضراء. قال لي لا ما هو احنا عندنا هنا في بسله صفراء. قلت له خلاص اذا كان كده بقى، دي معلومه انا اول مره اعرفها بصراحه، هو اللي قالها لي بصراحه. قال لي الازهار برضه في منها بيكون جانبي بالشكل ده وفي منها بيكون طرفي. قلت له حلو، يبقى في ازهار جانبيه وطرفيه، اكتب عندك. قلت له طب البسله بقى، بما ان انت جبت سيره الالوان، القرن نفسه انا واخد بالي ان في قرون صفراء وفي قرون خضراء. قال لي تصدق صح. يبقى انا قلت له على الحته دي، يبقى لو خدتوا بالكم ان في بذور صفراء وبذور خضراء، في قرون صفراء وفي قرون خضراء، يبقى في قرن غير الايه، غير البذر. حلو. فطبعا قلت له طب هو ابوك، يعني سؤال يا بندل، هو ابوك ليه اشمعنى زرع البتاعه دي؟ يعني اشمعنى زرع البسله دي؟ قال لي تصدق ان انا سالته مره وقال لي عشان هي بتكبر بسرعه وممكن نزرعها مرتين. قلت له يعني قصدك دورتين؟ قال لي تصدق اه، قال لي فعلا الجمله دي. قلت له طبعا انا فلاح كبير وانا فاهم اللي هو بيقوله ده. يعني ايه؟ يعني سي مثلا البسله بتتزرع في شهر 11، هيقدر ان هو يقلعها ويحصدها في شهر 2 ويرجع يزرع من شهر 2 لحد شهر 5 كمان مره. يبقى كده في الفتره الزمنيه اللي هو بيزرع فيها الموسم زرع فيه مرتين، يبقى زرعها وقلعها وزرعها كمان مره وقلعها، يبقى هو استفاد مرتين من الارض بتاعته مش مره واحده بس. فهي دوره حياتها بتكون قصيره. ايوه، فعشان كده احنا اخترنا نبات البسله ده. مين؟ مندل اختار نبات البسله، طبعا هو احنا بنقول ابو مندل يعني. طيب عشان يحصل على نتائج سريعه بسرعه للتجارب بتاعته. كلام حلو. برضو ان هي بتزرع بكل سهوله وبتكبر بسرعه، ولما تكبر بسرعه يبقى دوره حياتها هتبقى صغيره. انا كنت لسه قايل لك فوق ان الازهار ممكن يكون ازهار خنثى، فالبسله بتكون ازهار خنثى عادي جدا، فنقدر نلقحها بشكل ذاتي. وممكن تكون ازهار مذكره ومؤنثه فنقدر نلقحها بشكل خلطي، ممكن مثلا بواسطه الانساء، يبقى ممكن ذاتي وممكن صناعي اللي هو خلطي يعني بواسطه الانساء. ايه ده؟ تصدق؟ ممكن. طيب نقدر، او هي بتطلع كميه كبيره جدا. انت بتجيب القرن الواحد بتلاقي فيه 5 حبات بسله، صح؟ يبقى 5 بذور، يبقى بيدي افراد كتيره. يبقى هي بذره واحده اتزرعت ادتنا القرن الواحد في 5. طب متخيل؟ طبعا هو مش بيطلع قرن واحد بس، ده بيطلع كتير، فيدينا وفره كبيره جدا، اعداد كبيره جدا من المحصول. ده كان لو اتباع البسله دي كانت هتخليه مليونير يعني وقتها يعني. طيب اصنافها كتيره جدا. ازاي؟ يعني مثلا ممكن تلاقي بسله او نبات الازهار حمراء جانبي، البذره صفراء، املس، طويل، اصفر، محزز بالنسبه لدول. ممكن تلاقي واحد تاني ابيض جانبي، اصفر، مجعد، طويل، اخضر، محزز. ايه ده؟ انا عملت خلطبيطه. ايه ده فيها كميه صفات متضاده. يقول لك هو انت ايه؟ انت مين؟ انت ده ولا ده؟ انت الخير ولا الشر؟ انت ابيض ولا اسود؟ انت حلو ولا وحش؟ انت كويس ولا مش كويس؟ ايه ده؟ هو في صفات كتيره جدا متضاده عكس بعض. تلاقي واحد شرير بيبص بيطحن الناس في الشارع، ويجي على عيل صغير تلاقيه طيب جدا معاه، تلاقيه بيحب ابوه وامه مثلا، تلاقيه مش عارف كويس مع مين. هي دي الفكره كلها. يبقى الفكره كلها ان في صفات متضاده او متقابله، وركزوا في الكلمه دي، كلمه متضاده او متقابله عكس بعض يعني، فيسهل تمييزها بالعين المجرده. انا بقول لك انا وهو قعدنا كده بورقه وقلم ولمينا الدنيا. حلو قوي كده. يبقى ديت الايه؟ الصفات. طبعا مندل طمع في التجربه اللي حصلت، وطمع في الاكتشاف ده، وقعدنا انا وهو وقعدنا نبحث وندور ونعمل ونفهم ايه اللي حصل وايه الصفات دي وليه الصفات متقابله وعكس بعض كده. فطبعا قعدنا نعمل تجربه. قعدنا نعمل ايه؟ نعمل تجربه. خلي بالك بقى معايا كده.
التجربه اللي احنا عملناها ان احنا خلي بالك بقى كده معايا في الحته دي عشان هي حته ايه مهمه جدا. طبعا احنا هنبدا ناخد جزئيه من دول، ولكن انا بس حابب اعمل ايه، انا حابب ان انا اتكلم عن الايه الموضوع ده. بص يا صديقي، اولا كده هو احنا جبنا بذور بتكون بذور صفراء، حلو كده، بذور ايه بتكون صفراء، عملنا لها تلقيح، يعني نباتات البذور بتاعتها صفراء، او بسله، حبايه بسله البذور صفراء، فطلعت لي نبات بسله بذوره بتكون صفراء، لما لقحته ذاتي، يعني الاصفر لقح نفسه ذاتي فطلع بذور ايه صفراء، حلو. طيب بذور خضراء، ايوه لما لقحتها ذاتي طلعت لي برضو بذور ايه بذور خضراء. هل هنا في مشكله؟ لا مفيش مشكله. يبقى الفكره كلها ايوه ان انت لما هتلقح فالبذور الصفراء ايوه هتنتج بذور صفراء، كل ما تقعد تعملها تلقيح 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 تدي بذور صفراء. طب الخضراء تدي برضه بذور خضراء. يبقى دي كده بنقول عليها، بص ركز معايا بقى كده، دي صفه نقيه. خلي بالك من الجمله، انا عندي شويه مصطلحات هنبدا نفهمهم مع بعض، بس دي كده اسمها صفه نقيه، يعني دي بذور صفراء نقيه مش مخلطه. يقول لك ده الشخص ده انت مصري ولا مصري مخلط؟ انت مثلا من القاهره؟ لا، يقول لك ده انا ابويا مش عارف من الجيزه وامي مش عارف من اليوب. فاهمين الفكره؟ فاللي هو لا انت كده مش قهراوي، انت مش من القاهره كده، انت جزء جيزه وجزء كده. يا عم خليك جزء القاهره اهو وجزء اليوب، فانت كده مش قاهره. وصلت؟ طيب فهي الفكره كلها ان هي صفراء صفراء، طالما بتدي كل جيل صفراء يبقى صفراء نقيه. طب كل جيل خضراء تبقى نقيه، يبقى الصفه نقيه محافظه على اصلها كده. طيب فاللي بعد كده فبيقول لك صفه لون البذور اللي هو زرعها بتكون نقيه. خلي بالك بقى كده اهوت، بيقول لك زرع مندل البذور اللي هي الصفراء النقيه والخضراء النقيه، ايوه ايه، خلي بالك بقى كده، بيقول لك هو هنا جريح نازع الازديه من ازهار نبات البسله. نزع الايه؟ نزع الازديه. اشمعنى؟ عشان يمنع حدوث التلقيح الايه الذاتي. ازاي بقى الفكره دي؟ وركز معايا في النقطه دي. بص اولا كده، وقال خلي بالك من الحته بتاعت قبل نضج المنتج دي. بص يا صديقي، انت هنا وانا كنت باخد المعلومه دي كنت بقول لك ان انا بعمل تلقيح ذاتي، ان المنتج يدي للايه للميسم، او المنتج يدي للميسم ده. احنا عايزين نعمل تلقيح خلطي، فالمنتج من هنا هيدي للميسم من ايه؟ هيدي للميسم من هنا. طب ما هو النبات ازهاره خنثى، طب ما هو المنتج ده كان مثلا الاولى انه راح ادى للميسم اللي عنده، صح وانا غلطان؟ صح. والميسم ده كان الاولى مين اللي اداله؟ المنتج اللي عنده. فاحنا قلنا ايه؟ خلي بالك بقى كده، رحنا للزهره ده اهي، رحنا للايه؟ للزهره دي، او بلاش الزهره دي، للزهره ده اهي، جينا رايحين شايلين الميسم بتاعها. تقوم كده لما حبه اللقاح او المنتج يبقى ناضج، يوم لما يطلع حبوب لقاح مستحيل يديها، لان هي مفيش ميسم اصلا عندنا كده. احنا ايه؟ نزعنا الازديه، نزعنا الايه؟ او نزعنا قصدي الميسم بتاعه، ماشي كده؟ طيب قبل نضج المنتج ده انا ممكن انزع المنتج نفسه، او انزع السوداء نفسها قبل نضج المنتج. ازاي؟ بص هنا بقى كده انا هشيل ده خالص. يبقى انت هنا لما تشيل الميسم ايوه، وهنا يبقى يتفضل منتج. يتفضل مين؟ المنتج اهو، ما انت شلت الميسم يتفضل منتج، وهنا انت شلت الايه؟ السوداء اللي هو المنتج يعني بالقلم بتاعه، يتفضل الميسم. يبقى اصبح ده مذكر بس مع دي مؤنثه بس، هيضطروا يلقحوا بعد تلقيح ذاتي ولا خلطي؟ تلقيح خلطي. شكرا كده. تاني، الطبيعي الازهار خنثى تلقح بعضها ذاتي ولا خلطي؟ ذاتي. فانا عندي ده كده مذكر ومؤنث، شلت منه عضو التذكير، وعندي ده مذكر ومؤنث شلت منه عضو التانيث، اتفضل من هنا مذكر ومن هنا مؤنث، فالمذكر والمؤنث اللي فاضلين يلقحوا بعض، بس اصبح ده تلقيح خلطي. شكرا كده. طيب اهو، يبقى الفكره كلها لما اللي عمل انتزع ازديه بعض ازهارها قبل نضج الايه المنتج بتاعها، عشان يمنع حدوث التلقيح الايه الذاتي، فعشان يعمل تلقيح خلطي. حلو. لما يعمل تلقيح خلطي خد ايه بس اخد هنا ادي نبات اهو، اخد منه حبه اللقاح من نبات بذوره خضراء ايوه، مع ميسم ايوه من نبات بذوره ايوه صفراء، وعمل التلقيح التلقيح الخلطي. كلام جميل. ايه اللي نتج عنه بقى؟ خلي بالك،
اللي نتج عنه ازهار او نتج عنه نباتات البذور بتاعتها صفراء في الجيل الاول. يعني ايه بقى حته في الجيل الاول دي؟ تعالى ما افهمك. بص يا صديقي، اولا كده البذور تكون صفراء في الجيل الاول، ماشي كده؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي الجيل الاول ادي مثلا اللي هو الاب ده اول حاجه اهو، فالاب ده اتجوز وخلف فخلف ابن، يبقى ده كده اول جيل ليه، يبقى ده كده الجيل الاول. الابن ده جيل اول. حلو حلو. الابن ده اتجوز وخلف فخلف ابن ابن الابن بالنسبه للراجل ده، يبقى ده الجيل الايه؟ ده الجيل الثاني. شكرا كده. يبقى فهمتوا يعني ايه جيل اول؟ يعني ان الناتج من اول تزاوج. طب بعد كده لما الناتج بتاعه يتجوز ويخلف يبقى ابن الابن، يبقى ده الجيل الثاني. فنفس الفكره كده، البذور الخضراء اتجوزت الصفراء فحصل تلقيح خلطي ادتنا بذور صفراء، يبقى الجيل الاول كل بذوره خلي بالك بقى كده بتكون صفراء. حلو. خدنا الجيل الاول الناتج ده اهو اللي هي البذور الصفراء، لقحناها مره كمان مع نفس النوع من النبات اللي هو البذور الصفراء. المفاجاه هنا يبقى خدنا بذور صفراء اللي هي ناتجه من الاول مع بذور شبهها بالظبط اللي هي نفس البذور، بذور صفراء، ايوه، لقحناهم مع بعض ادانا ايه بقى؟ ادانا بذور صفراء ايوه وبذور خضراء. ايه ده بقى يا مستر؟ هي دي المفاجاه. هو ده اللي هو عمله مندل، هو ده اللي هو عمله. ما هي دي الوراثه، دي وراثه ان الصفه لما نقل حبه اللقاح من متك زهره اللي هي بذورها خضراء لميسم، خلي بالك بقى كده، لميسم زهره بذورها صفراء، يبقى انت معاك كده حبه لقاح من اخضر مع ميسم اصفر. مين اللي نتج؟ لقينا اللي نتجت بذور صفراء بس كده. مين اللي اختفى؟ البذور الخضراء. خلي بالك بقى كده، اللي نتج الايه؟ البذور الخضراء. خلي بالك بقى كده، ماشي كده؟ طيب بس هو ده كل الموضوع، ماشي كده؟ طيب يعني بص كده، هو هنا بس المعلومه دي، انا بس ما بحبش الكلام الكتاب كتير. شايف انت المعلومه دي؟ ايوه، ايه المعلومه دي؟ رغي كتير. يعني ايه رغي كتير؟ هفهمك. يعني انت نقلت اهو، انا قلت لك بذور خضراء مع بذور صفراء. البذور الخضراء دي ممكن تكون من متك مع بذور صفراء اللي هي ايه؟ اللي هو الميسم بتاعها، وقحنا مع الميسم بتاعها. العكس ينفع. يعني ايه؟ ممكن يكون البذور الخضراء هنا ايوه مع الصفراء هنا، يعني الصفراء من عند المتك مع الخضراء من عند الميسم، عادي جدا، ما يفرقليش في حاجه خالص، ما يفرقليش، ما يزعلنيش. اديني بقول لك اهو، يبقى باكد على المعلومه، ما يزعلنيش، ما يفرقليش. حلو. نتج ايه بقى؟ زي ما قلت لك نتجت البذور الصفراء في الجيل الاول بنسبه 100% اهو. شكرا كده، نتجت بذور صفراء بنسبه 100%. حلو. في الجيل يعني كده بقى ابدا اقول لك كلمه معينه. في حاجه مهمه جدا، يقول لك ايه؟ مثلا الابيض سيد الالوان مثلا، او الاسود سيد الالوان، او مثلا مش عارف ايه سيد الالوان، او الاسد ملك الغابه. اشمعنى الاسد؟ لان هو السائد، هو اللي بيسود على المكان ده كله. فده ملك، يعني المكان ده يقول لك الاسد ملك الغابه، يبقى هو اللي بيسود على كل الكائنات الحيه اللي موجوده. فنفس الفكره، في صفات عندي سائده وصفات بتختفي فبنقول عليها متنحيه. لا، افهم الجمله تاني كده. صفات ايه؟ سائده وصفات متنحيه. يعني ايه صفه سائده؟ صفه سائده يعني هي صفه بتسود على كل الصفات اللي موجوده وهي اللي بتظهر بس في جيل معين. ولكن الصفه المتنحيه هي صفه بتتنحى تماما زي الخطاب بتاع 2011 قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه او تنحيه عن منصب رئيس الجمهوريه. هو تنحى، ساب المكان خالص تماما. فهي نفس الفكره كده، المتنحيه تنحت تماما خلاص، سابت المكان بتاعها. فتعالى عيد تاني معايا. بذور صفراء مثلا المنتج بتاعها مع بذور خضراء اللي هو مين؟ اللي هو من الميسم. حصل التزاوج ادانا اللي هو الاثنين دول نتج عنهم البذور الايه؟ صفراء بس كده بنسبه ايه؟ 100% صفراء. ده في الجيل الايه؟ الجيل الاول. ايه اللي حصل بعد كده؟ اتجوزت الصفراء مع الصفراء، يبقى الصفراء اللي ناتجه من الاول مع الصفراء اللي ناتجه من الاول. ما تقوليش الصفراء دي عشان مختلفين عن بعض على فكره، هقول لك كمان شويه. ايه اللي حصل؟ النتج عندنا بذور خضراء ايوه في الجيل الايه كده، ده الجيل الثاني اهو،
ده الجيل الايه التاني نتج بذور خضراء ايوه مع وبذور ايه وبذور صفراء، نتج ده ونتج ده، خلي بالك. يبقى نتج عندنا ده ونتج عندنا ايه ونتج عندنا ده، يبقى بذور خضراء وبذور صفراء بنسبة 3 إلى 1، بنسبة 75% إلى 25%. هتقول لي يعني إيه؟ هقول لك، هفهمك دلوقتي. ده الربع وده التلات أرباع، معلش ده الربع وده الإيه وده التلات أرباع. هفهمك يعني إيه النسب اللي أنا قلتها دلوقتي، بس تعالى كده نرجع تاني أهو. بص كده، أدي بذور صفراء نقية نتج عنها بذور صفراء نقية، بذور خضراء نقية نتج عنها بذور خضراء نقية. شكرا. ده التلقيح ذاتي، لما أنا لقحت نفسي بنفسي. شكرا. عملت تلقيح خلطي ان خدت الصفراء مع الخضراء، ايه اللي حصل؟ نتجت الصفه السائده اللي بتسود، فلقيت ان اللي نتج عنه كله بذور صفراء بس. اذا الصفه السائده في لون البذور هي البذور الصفراء. يعني مثلا دلوقتي ما انت هتبدا تحفظ كل السبع صفات اللي عندك في الدرس ده، عندنا 7 صفات من ضمنهم صفه البذور. البذور يا مستر تكون صفراء ولا خضراء؟ وهنا كانت المفاجأة الكبرى، ويا للهول للمصريين هيقعدوا يقولوا يا مستر الكلام اللي انت بتقوله ده غلط. يا عم الحاج والله الكلام اللي انا بقوله ده صح، ان البذور الصفراء هي دي الصفة السائدة. يعني المفروض البسلة اللي احنا بناكلها دي مش الصفة السائدة، دي الصفة المتنحية. تخيل حباية البسلة اللي بناكلها دي خضراء، دي مش السائدة يا مستر. ما هي احنا ما عندناش غير الخضراء. مالكش دعوه، احنا بنقول ان السائد ده لما نورثهم مع بعض. هات يا عم واحده صفراء مع واحده خضراء وجرب، هتلاقي الصفراء هي اللي ظهرت. يبقى مين السائد اللي ظهر في الجيل الاول؟ مين المتنحي اللي تنحى عن منصبه في الجيل الاول وما ظهرش تماما، اختفى في الجيل الاول؟ يبقى مين اللي ظهر؟ الصفراء. مين اللي تنحى؟ الخضراء. لما بقى عملنا الجيل الثاني لقحنا الصفراء مع نفسها اللي هي الناتجه ده اهي، ادتنا شوف تلقيح ذات اهو، لقحناها مع نفسها يبقى تلقيح ايه؟ ذاتي. ادتنا 75% صفراء الى 25% خضراء. يعني 3 الى 1، ما هو كلمه 75 يعني 3 و25 يعني 1، يبقى 3 ل1. يعني هم يعتبروا كده 3 ل1، يعني 4 نباتات. يعني لو ادينا 4 نباتات فمنهم 3 صفر وواحده خضراء. 4 نباتات يعني ربع النباتات و3 ارباع، صح؟ وممكن يكونوا مثلا 8 نباتات، يبقى 2 صفر و6 خضر. 2 الى 6 يعني 1 الى 4، 1 الى 3. 2 ل 6 يعني 1 الى ايه؟ 1 الى 3. بس احنا طبعا بنقول عليها 3 ل1، صفراء الخضراء سائده الى متنحيه. شكرا كده. يبقى احنا خلصنا الايه؟ الجزئيه دي. طيب تعالى هنا نفس الكلام، هو برضو بيعيد نفس الجمله اللي انا قلتها، نفس الكلام. بيقول لك ليه البذور الصفراء سائده؟ لان هي تسود، تغلب على صفه اللون الاخضر، وهي اللي بتظهر نفسها. اللي يقدر النهارده يظهر شغله هو اللي بيظهر. ما كل الناس شاطره وكل الناس بتذاكر وكل الناس بتشتغل. اللي يقدر يتكلم، اللي يقدر يلفت نظر المدرس، اللي يقدر يلفت نظر الطالب، اللي يقدر يلفت نظر اي حد، ده اللي بيظهر. ليه؟ انت قادر تعبر عن نفسك، انت قادر تاخد حقك بنفسك. ما تبقاش قاعد لي لما حد يكلمك كلمتين تقعد تعيط لي. قوم خد حقك، قوم خد راسه كده واخبطها في الحيطه ورجعها تاني، عادي جدا. خد حقك بايدك عادي، مش لازم يكون بالايد يعني، بس بقول لك خد حقك. انما ما ترجعش تقول اصل ما حدش بيعمل لي حساب. يعني انت متخيل يعني حد يعمل لك حساب ازاي وانت مش عامل نفسك حساب؟ فلو انت عايز تعمل حساب كلمنا، هعمل لك في البنك الاهلي ان شاء الله حساب يعني. اللي بعد كده او اعمل حساب على المنصه بتاعتنا. انت ليه ما تعملش حساب على المنصه بتاعتنا؟ هعمل لك حساب على المنصه، يعني الموضوع بسيط جدا اهو، مش هاخد منك كتير يعني. طيب مبدا السياده التامه بقى، يعني ايه مبدا السياده التامه؟ ان صفه اللون الاصفر سادت سياده تامه على اللون الاخضر وخفتها. يعني مين اللي ظهر؟ صفه اللون الايه؟ الاصفر. لحظه واحده يا صديقي نتاكد من ايه؟ من هذا المايك الجميل القصير المكير. ماشي. فدلوقتي الفكره كلها مبدا السياده التامه، ان صفه اللون الاصفر هي اللي سادت سياده تامه على اللون الاخضر. فمبدا السياده التامه ظهور الصفه السائده في افراد الجيل الاول سياده تامه. حلو. لما تزوجت مع ايه؟ مع الصفه المتنحيه، يعني صفه وراثيه، ايوه اللي هو اللون الاصفر اللي هي الصفراء، ايوه، مع الصفه الوراثيه اللي هي الخضراء. حلو قوي كده. بس في كلمه معينه قال لك عند تزوج فردي، واحد اصفر وواحد اخضر، يحملها كل منهما صفه وراثيه نقيه مضاده للصفه اللي بيحملها الفرد الاخر. هتقول لي يعني ايه؟ الاصفر ده نقي والاخضر ده يكون نقي. معلش يا مستر، هو يعني ممكن يكون حاجه غير نقي؟ ايوه بالظبط كده. بس تعالى ناخد الجدول ده.
انا عندي 7 صفات هاخدهم، فالسبع صفات دول منهم 7 سائده، دول اللي بيسودوا في الجيل الاول، ومنهم 7 متنحيين. طب تعالى نعرفهم كده. الصفه السائده في لون الزهره ان الاحمر سائد والابيض هو اللي متنحي، هتحفظها. وضع الزهره يكون جانبي ده السائد وان الطرف ده يكون متنحي، هتحفظها. لون البذره قلت لك عكس المصريين ان البذره تكون صفراء وان الخضراء دي المتنحيه. بس خد المفاجاه، خد المفاجاه، ده بقى زي عندنا ان لون القرن يكون اخضر زي عندنا، هي ده كده اول حاجه مصريه اهو. انما اللون الاصفر ده المتنحي. يبقى خلي بالك كده، لون البذره غير لون القرن. لون البذره عكسنا ان الاصفر هو السائد والمتنحي هو الايه؟ هو الاخضر. حلو. ولكن في لون القرن الاصفر هو المتنحي والاخضر هو الايه؟ السائد. ان طبعا الساق تكون طويله دي حاجه حلوه، ان البذره تكون ملساء دي شكل عندنا، انما لو مجعده او الساق قصيره يبقى ده ايه؟ متنحي. منتفخ زي عندنا كده وما تبقاش عارف الحبايه كام حبايه جواه، انما لو محزز احنا بنحب طبعا المحزز انا عارف عشان بنبقى عارفين كام حبايه جوه البسله يعني، ولكن المحزز ده مش الايه؟ مش السائد. كلام جميل. طيب تعالى بقى ايه؟ تعالى بس نرجع كده على السريع. فهنا بقى مبدأ السيادة التامة، ايوه خلي بالك، هي ايه اللي حصل لما اجيب فردين نقيين؟ يعني ايه نقيين؟ تعالى كده بقى ما اقول لك. انا كنت قاعد انا والواد مندل زميلي بقى، ما كان صاحبي واخويا وحبيبي بقى، فكنت بقول له ولا مندل عامل ايه؟ يالا ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بص كنا قاعدين مع بعض، فطبعا يعني قلت له يعني، قال لي بص المشكله كلها انا يعني انا عايز اعرف طلبه ثالثه اعدادي وبتاع وكده عشان عارفك انت بتحبهم قوي. قلت له اه والله العيال دي بحبها قوي قوي. ماشي كده. فطبعا ايه، فانا يعني عايزين بقى ننفخهم بقى كده نطلع عينيهم. فقال لي طب بص طب ما هو الكلام ده مش هينفع ننزله في المناهج. قلت له طب ايه المشكله؟ قال لي ما هو المشكله انا وانت فاهمينه بس ملوش ارقام، احنا عايزين نعمل مسائل ونقرف الطلبه. قلت له يعني انت عايز تعمل مسائل ونقعد بقى نحل والحاجات دي كلها وارقام ورموز والحاجات دي؟ قال لي بالظبط كده. قلت له طب انا عندي فكره، طب مثلا ما تيجي نقول على الصفه اللي هي مثلا صفه اللون الاصفر نرمز له برمز، وصفه اللون الاخضر نرمز له برمز. قال لي مفيش مشكله، يبقى الاصفر اهوت يلو، الاصفر ايه؟ يلو صح؟ يبقى واي اهو، والاخضر اهوت اخضر فهنرمز له بالرمز ايه؟ جرين صح؟ فجي. ايوه. قلت له بس في مشكله. قال لي ايه هي؟ قلت له ما هو انت لو خدت الاصفر واي والاخضر جرين مش هنقدر نفرق مين فيهم السائد ومين المتنحي. احنا عايزين مساله نعمل رموز يكونوا شبه بعض بس مختلفين، يعني شبه بعض ان هو مثلا الاثنين واي او الاثنين جي بس يكونوا مختلفين. فقال لي طب انا عندي فكره. مين دي اللي قالها؟ مش انا يعني. قال لي طب انا عندي فكره. قلت له ايه هي؟ قال لي مش الصفه السائده هي اللي بتسود عشان هي اللي اثرها واضح، هي القويه؟ قلت له ايوه. قال لي خلاص خليها هي الحرف الكبير الكابيتال. قلت له حلو. قال لي طب مش الصفه المتنحيه دي اللي ضعيفه اللي مش قادره تظهر نفسها، اللي ضعيف الشخصيه زيك كده؟ قلت له ايوه. قال لي طب ما نعملها بواي سمول. قلت له تصدق فكره حلوه، يبقى السائده نرمز لها بالكابيتال وحرفها هي، والسمول يبقى هو الايه؟ هو المتنحي. ثواني بس يا مستر، طب ليه ما رمزتش لده بالجي؟ قلت لك عشان في هدف في دماغي. ايه هو؟ علشان انا بسمي تبعا للسائد. يعني مثلا الشارع ده اسمه وليكن مثلا شارع الشريف، اشمعنى؟ عشان دول اكبر عيله موجوده في المكان ده. ايه ده؟ فعشان هم اكبر عيله فهم اللي سموا الشارع باسمهم، مع ان في عائلات تانية بس هم سموا الشارع باسمهم. طب التانيين لما بيجوا يقولوا اسم الشارع بيقولوا باسمهم ولا باسمنا احنا؟ باسمنا احنا، وهكذا. يبقى الكابيتال هو السائد والسمول يبقى ده المتنحي. حلو. خلي بالك لقيت في مشكله تانية. قلت له، قال لي ايه هي؟ قلت له انت عارف لما اخلي الاصفر مع اخضر ايوه هيطلع لي اصفر مثلا، ما احنا كنا لسه قايلين ده في التجربه. قال لي ماشي. قلت له بس في مشكله. طب هيبقى واي كابتا ايوه واي سمول. قلت له هو ده معناه ايه لما يبقى الاثنين واحد كابتا واحد سمول؟ ده واخد حته من هنا مع حته من هنا، هو يعني الصفه ازاي تبقى حرفين؟ مش هي المفروض الصفه بحرف؟ قال لي تصدق مش هينفع. قلت له طب ايه رايك لو عملنا الصفه دي بحرفين؟ مش فاهم. هقول لك، هو انت لما بتروح تشتري كوتشي بتقول له انا عايز فرده ولا فردتين، ولا بتقول له انا عايز كوتشي؟ فهي الصفه اهي، صفه الاصفر اهي، بس بنمثلها بحرفين، يبقى كوتشي بس هو
pair of shoes بالانجلش from English I'm American teacher. You speak English or not؟ هو المفروض اقول do you speak English صح كده؟ مش مشكلة يعني، مش مشكلة. Are you speak English؟ المهم يا صديقي خلي بالك بقى كده، فمثلنا الصفة بزوج من الرموز. يبقى واي كابيتال يبقى دي كده صفة سائدة. افتكر معايا كلمة كان بيقول لك النقية. يعني ايه النقية؟ يعني الاتنين شبه بعض. يعني ايه النقية؟ يعني الاتنين شبه بعض، دي اسمها نقية. فالمفروض التجربة اللي احنا كنا بنعملها من شوية ان هو اصفر نقي. يعني ايه اصفر نقي؟ يعني واي كابيتال مع اخضر نقي. ما هو الاخضر اهو اخضر، ما هو كده سمول، فواي سمول. فالناتج طلع واي كابيتال، ايوه واي سمول. وانا كنت لسه بقول لك ان الحرف الكبير هو اللي بيظهر صفته، هو السائد. فالحرف الكبير تبع الاصفر، عشان كده ظهر لك في الجيل الاول صفة اللون الايه؟ الاصفر. بس خلي بالك بقى كده، هل اللون الاصفر ده نقي ولا مش نقي؟ مش نقي. يعني ايه مش نقي؟ يعني هجي. يعني ايه برضه هجي؟ لما اجيب لك فرخه من امريكا مع ديك من استراليا، يبقى ينتج لي بقى كتكوت متهجن. يقول لك تلاقي واحد ماشي في الشارع يقول لك الهجين، فراخ هجين. يعني ايه فراخ هجين؟ يعني جايه حته من هنا على حته من هنا، الاب من هنا والام من هنا. فتلاقي واحده مثلا جايه لك تقول لك اصل انا مصريه اوكرانيه. يعني ايه مصريه اوكرانيه؟ اصل ابويا كان شغال في الساحل واتجوز واحده اوكرانيه فانا جيت. بس هي دي الفكره. فده بنقول عليه هجين، متهجن، واخد حته من هنا، جزء من الجينات دي مع جزء من الجينات دي. بس مين اللي ظهر؟ السائد. مين السائد؟ الكابيتال. مين الكابيتال؟ الاصفر. حلو. لما بقى في الجيل الثاني خدنا الاصفر اللي نتج، عرفت ليه كنت بقول لك ناخد الاصفر اللي نتج؟ يبقى واي كابيتال واي سمول مع كلمه الاكس دي يعني تزاوج، مع واي كابيتال واي سمول. ايه اللي حصل؟ خلي بالك بقى كده. ايه؟ هقول لك في احتمالات. ممكن اخد الواي كابيتال ده اهو مع الواي كابيتال ده اهو، يبقى واي كابيتال، ايوه واي كابيتال. ده ممكن ده حد فرض يديهولي. او الواي كابيتال مع الواي سمول، يعني الواي كابيتال مع الواي سمول يبقى واي كابيتال واي سمول. ادي حاجه. حلو. طيب انا ممكن اخد الواي سمول بقى، واي سمول واي كابيتال، بس ببدا بالكابيتال معلش، واي كابيتال واي سمول، او واي سمول واي سمول. ايه ده بقى يا مستر؟ افتكر كده معايا من شويه، هو مش الكابيتال ده اصفر؟ والكابيتال اصفر؟ ايوه. والكابيتال اصفر؟ ايوه. انما لو الاثنين سمول يبقى اخضر. لو انت فاكر من شويه كنت بقول لك في الجيل الاول بتنتج الصفه السائده اللي هي الاصفر بنسبه 100%، ولكن في الجيل الثاني بتظهر نسبه الاصفر الى الاخضر بنسبه 3:1. ادي التلاتة اهمت يا صديقي، 1 2 3 عم حسين شحاتة. وهنا ده الواحد لوحده اللي هو الاخضر. ايه ده؟ اللي هو كده بنسبة 3:1، 75% ل 25%، التلات ارباع والربع. شكرا كده، اثبتها لك بالورقة والقلم. يبقى انا بالنسبة لي ده لو لقيت واي كابيتال يبقى ده اصفر، الصفة السائدة بس نقية. لو لقيت واي كابيتال واي سمول تبقى الصفة اللي هي السائدة بس بتكون هجينية. حلو. ولكن للأخضر بيكون ايه؟ متنحي وليس سائد. بس متنحي نقي ولا هجين؟ دايما بيكون متنحي نقي. المتنحي دايما نقي لأنه الحرفين سمول. لأنه الحرفين ايه؟ الحرفين سمول بس دايما. يبقى عشان نبقى متفقين على الحتة دي، تعالى بقى كده ايه ناخد الجزئيه دي. بسم الله. انا هتكلم عن شويه حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هي بقى؟ انا عندي الصفه بتكون يا اما سائده، دي الخلاصه. الصفه يا اما بتكون سائده، ايوه، يا اما الصفه بتكون ايه؟ يا اما الصفه بتكون متنحيه. حلو. الصفه السائده يا اما خلي بالك بقى كده، يا اما بتكون نقيه، يا اما بتكون ايه؟ هجين. ماشي كده؟ طيب الصفة المتنحية دايما بتكون ايه؟ دايما بتكون نقية. حلو. طيب ليه بقى؟ لو جينا بصينا على الحرفين هنا كده لو الاتنين كابيتال، يعني بص بقى كده، عارف يعني ايه كلمة الاتنين كابيتال؟ مش انا بقول لك ان هو ممثل بزوج من العوامل الوراثية؟ زوج من العوامل الوراثية. اهي العوامل الوراثية ده اهي
اللي انا كنت بقولها لك في اول صفحه اللي هي اسمها الجينات، ممثل بزوج من الجينات. يعني ايه ممثل بزوج من الجينات؟ تعال بقى نرجع، احنا في صفحه 21. معلش بقى كده نرجع تاني كده. الرجال انا قلبي معاك يا حبيبي يا اغلى ملاك، صح كده؟ هنا بقى كده مش هو الولد خد نص الصفات الوراثيه من الاب ونص الصفات الوراثيه من الام، فده كده ممثل. بص ادي ده واحد اهو بالشكل ده كده، يعني هو كده ده كان كده، الاب كان كده حلو، والام كانت كده اهي بالشكل ده كده، والام كانت ايه؟ كانت كده. فخدنا واحد 23 ده بقى ازرق، وخدنا ده عند الاب هنا بقى احمر. فالولد الناتج واخد نص صفاته من الاب ونص صفاته من الام، فاصبح هو ممثل بزوج. ليه؟ عشان يبقى واخد واحد من عند الاب، فردة كوتش من عند الاب وفردة كوتش من عند الام، يبقى هو ممثل بزوج من العوامل الوراثيه. فمثلا يعني خلي بالك بقى كده، الاحمر ولا الازرق مين السائد؟ ما هو كده على حسب بقى. لو الاثنين، لو بص شوف ده واحد احمر وواحد ازرق، فمثلا الاحمر سائد والازرق بيكون ايه؟ بيكون متنحي، فيبقى كده واي كابيتال واي سمول، نفس الفكره كده. يبقى هو واخد من الاب جين سائد والام جين ايه؟ متنحي. طب ما هو ممكن كانت تكون الام نفس صفات الاب، مثلا كانوا قرايب ولا حاجه، فيبقى هنا الاثنين حمر، فالولد ياخد ايه؟ ده يبقى احمر وده يبقى احمر، يبقى جين سائد وجين سائد. ايه ده؟ بجد؟ طب ما هو ممكن في صفه محتمله بقى ثالثه، اللي هي ان الام كانت تكون ازرق اهوت والاب ازرق، فياخد هنا ازرق ازرق، فالابن يطلع ازرق ازرق، يعني جين متنحي مع جين متنحي. خلص الموضوع. عرفت ليه هو بيكون ممثل بزوج من العوامل الوراثيه؟ عرفت ليه يا صديقي؟ عرفت، اتمنى تكون عرفت يا صديقي. يبقى دلوقتي يا صديقي ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الصفه النقيه اللي هو جين سائد بلس جين سائد، حلو قوي. انما الصفه الهجينيه جين سائد مع جين متنحي، مع ايه؟ مع جين متنحي، ولكن السائد بيغلب فيديك الصفه السائده. ولكن هنا بقى المتنحيه خلي بالك بقى كده بتكون ايه بقى؟ بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن جين متنحي بلس جين متنحي. خلي بالك بقى كده، لو خدت بالك ان المتنحي نقي، او يعني لما يبقوا الاثنين شكل بعض يبقى نقي، الاثنين شكل بعض يبقى نقي. يعني واي سمول يبقى صفه اخضر، انما هنا واي سمول واي كابيتال مثلا يبقى ده اصفر بس هجين، واي كابيتال يبقى ده اصفر بس نقي. عرفت الفكره؟ عرفت الفكره. طيب هو قال هنا شويه حاجات كده وانا قلت معظمها، بس تعالى نبص. تنتقل الصفات الوراثيه من الاب للام عن طريق حاجه اسمها الجينات. ايه ده؟ طب ما انا قلتها لك. حلو، العوامل الوراثيه اللي هي بتحملها الامشاج، طب ما انا قلتها. طيب يتحكم في كل صفه وراثيه عاملين وراثيين، واحد من الاب وواحد من الام. يا ابني ما انا قلتها بقى خلاص، ما انا قلت لك فوق، لسه قايلها لك من شويه لما رحت عند الاب ورحت عند الام. ينعزل العاملين الوراثيين لما تيجي تكون المشيك، انت بتاخد واحد من الاب وواحد من الام ثم يتحدا معا عشان نكون الزيجوت اللي هو جمعهم مع بعض. بعد كده بيقول لك بقى شويه حاجات اللي انا لسه قايلهم دول، اللي هو ايه؟ لو هما واحد سائد مع سائد يبقى صفه سائده نقيه، متناحي مع متناحي يبقى صفه متناحيه نقيه، اهو سائد مع سائد يبقى صفه سائده نقيه، متناحي مع متناحي يبقى صفه متناحيه نقيه، انما سائد مع متناحي يبقى صفه هجين. هنا مش متشابهين، لما يكون متشابهين يبقى نقي، لما يكون متشابهين يبقى نقي، لو مش متشابهين يبقى هجين. ايه رايك؟ ايه رايك فيا؟ ايه رايك في اللي انا بعمله لك ده؟ والله العظيم يا صديقي انا بقول لك، انا بديك محاضره للتاريخ. يعني انت لما هتيجي تحتاج ترجع لمرجع في الوراثه، لو انت حتى طالب في جامعه، انا بقول لك اهو اسمع المحاضره دي بس. طيب بعد كده بقى الامشاج. انا طبعا على فكره مش عامل الفايل ده عشان اشرح منه خالص، انا عامل الفايل ده علشان تاخدوه في المنصه. طلاب المنصه الفايل ده هتلاقيه موجود تحت انزل تحت في الفيديو كده في المنصه هتلاقي حاجه اسمها المذكره، هتلاقيها. بسم الله. الامشاج، ما الامشاج دي اللي انت بتاخدها من الاب والام بتنتقل الى الابناء ويتحد معا، اللي هو زي الحيوان المنوي والبويضه عشان يكون الزيجوت.
طب ليه؟ بص كده، انعزال العوامل بيحصل اثناء تكوين الامشاج، عشان المشيجل ده ياخد نص الكروموسومات من الاب والتاني ياخد نص الكروموسومات من الام فيتحدوا معا. طبعا لو بنتكلم عن عوامل وراثيه او الجزء ده، فكل واحد بياخد نص من الاب ونص من الام. ده كان بيحصل عن طريق اسمه الانقسام الميوزي او الاختزالي اللي خدناه في الترم الاول في التكاثر الجنسي. ناخد نص الكروموسومات من الاب، نص الجينات من الاب ونص الجينات من الام، يتحدا معا لتكوين الزيجوت. يبقى هنا عندنا نص وهنا نص. حلو. طيب القانون الاول لمندل ده اسمه قانون انعزال العوامل الوراثيه. هتقول لي يعني ايه قانون انعزال العوامل الوراثيه؟ تعال نفهمك. دلوقتي لو اختلف فردين نقيين في زوج من الصفات المتضاده، يعني واحده صفراء وواحده خضراء، بس معلش يعني كده قال لك فردين نقيين، يعني اصفر نقي مع اخضر نقي، لما يتجوزوا مع بعض ففي الجيل الاول تطلع الصفه السائده بنسبه 100% اللي هو الاصفر بنسبه 100%. في الجيل الثاني لما الاصفر ده اللي هو الصفه السائده اللي طلعت مع نفس الحاجه يدينا اللي هو صفه سائده بنسبه 3 الى صفه متناحيه بنسبه ايه؟ 1. ايه ده؟ طب ما هو ده الجدول اللي احنا عملناه اللي هو المساله بالظبط. انا عملت لك المساله من قبل ما هو يشرحها اصلا. طيب العالم الدنماركي جوهانسون استخدم مصطلح الجين بدلا من العامل الوراثي. انا قلت لك ان الجينات هي بعد كده اللي هي سموها اللي كانوا مسمينها العوامل الوراثيه، بنقول عليها دلوقتي الجينات. شرحتها لك في الاول خالص. حلو. وبرضه قال لك اطلق مصطلح اللي هو التركيب الجيني على الجينات نفسها والمظهر الخارجي على الشكل الخارجي. يعني ايه؟ تعال ركز معايا هنا كده. هنا لما اجي اسالك اقول لك ايه؟ التركيب الجيني ده واي كابيتال واي كابيتال، المظهر الخارجي بتاعه اصفر. اصفر يعني معلش لو بتكلم على اللون الاصفر يبقى التركيب المظهري بتاعه الشكل المظهري اصفر، وهنا الشكل المظهري اخضر. خلي بس بالك معايا. طب لو لقيته واي كابيتال واي سمول يبقى الشكل المظهري اصفر. ايه ده؟ يعني الشكل المظهري الاصفر ممثل بشكلين، ممثل باثنين تركيب جيني، يا اما واي كابيتال واي كابيتال يا اما واي كابيتال واي سمول. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا مستر؟ ايه الجمال ده؟ انما المتناحيه دايما هي صفه هو شكل واحد ممثل بتركيب جيني واحد، يبقى شكل مظهري واحد ممثل بشكل جيني واحد او تركيب جيني واحد. يعني هو الاخضر المتنحي يبقى دايما واي سمول واي سمول، انما السائد بيبقى ممثل باثنين تركيب جيني، واي كابيتال واي كابيتال او واي كابيتال واي سمول. حلو. حلو قوي. يفرق معانا الكلام ده في المسائل. طيب يقول لك ما هو الجين السائد؟ الجين السائد هو الجين اللي بتظهر صفته لما يكون موجود مع واحد سائد زيه او متنحي. ازاي يا عم الكلام ده؟ اهو هو الجين السائد. يعني جين سائد يعني جين اللون الاصفر، فتظهر صفته اللي هي صفه اللون الاصفر لو موجود مع سائد زيه فيطلع اصفر، او موجود مع متنحي فيطلع اصفر برضه. انما الجين المتنحي هو جين مش هتظهر صفه المتنحيه ده الا لما يكون مع جين متنحي زيه. انما لو كان مع جين سائد فيظهر السائد، ما كانش يظهر المتنحي. وصلت؟ يبقى الجين السائد يدينا الصفه السائده، انما الجين المتنحي ما تظهرش صفته الا لما يكون مع متنحي زيه عشان تدينا الصفه المتنحيه اللي هي ما بتظهرش الا لما يكون الاثنين متنحيين. انما الصفه السائده ممكن تظهر لما يبقوا الاثنين سائدين او واحد سائد وواحد متنحي. والله العظيم يا ابني الورقه ده اهي ملخصه لك 500,000 حاجه، يعني ما حرفيا عظمه. واول ورقه الورق اللي انا بعمله ده اكيد انا مش سايب الورق ده فاضي من فراغ، يعني انا مش بتاع بطاطس انا. يخرب بيت الغرور اللي انا فيه. اصل انا بعشق الوراثه. يعني بص انا لو جبت دم ده كده انا بتاع وراثه وبتاع مش بتاع علوم. سيبك من العلوم خالص. الراجل كان بيقول لك انا بتاع طماطم وبطاطس وبتاع والحاجات دي كلها. انا مالي بالهيستولوجي والفسيولوجي والكلام الخايب ده. فانا بتاع وراثه، بتاع جينات، بتاع هندسه وراثيه، دي ان ايه، ار ان ايه، بيولوجيا جزيئيه. ده العشق بتاعي. طيب الصفه السائده والصفه المتنحيه، وهيبدا يعمل لك مقارنه ما بينهم. بس يقول لك ايه؟ لو في جين سائد لاحد الصفات مع جين متنحي، الجين السائد سائد فيسود على المتنحي ويظهر صفه السائد. يعني لو الجين السائد اصفر يبقى اصفر مع اخضر فتظهر صفه الاصفر وتظهر الصفه السائده. طبعا ده كل الموضوع. ماشي كده؟ طيب وليكن الصفه اللون الاصفر، انما هنا الايه؟ اللون الاخضر. هنا ممكن يكون سائد او سائد متنحي، انما هنا لازم الاثنين يكونوا متنحيين. هنا في الجيل الاول بيظهر بنسبه 100%، هنا ما بيظهرش في الاول.
هنا بيظهر في الثاني بنسبه 75، هنا ما بيظهرش غير بنسبه 25. هنا لازم الاثنين طبعا يكونوا شبه بعض، يبقى متنحي ومتنحي فبيكون نقي، يعني واي سمول واي سمول. انما هنا ممكن يكون نقي او هجين، مش كده؟ اللي هو غير نقي يعني. اللي بعد كده، ما هو الفرد النقي؟ فرد نقي يبقى الاثنين شبه بعض، العاملين الوراثيين شبه بعض، يبقى الاثنين يا اما سائدين يا اما متنحيين. انما الهجين بيحمل اثنين عاملين مختلفين، واحد سائد واحد متنحي، واحد سائد واحد ايه؟ متنحي. شويه حاجات كده. فرد مذكر، فالفرد المذكر ده ممكن يكون حيوان منوي، حبه لقاح، فهم بيتحركوا، فعشان يتحركوا فعاملينها بالشكل ده كده، تلاقيه كده وطالع كانه بيتحرك. انما البويضه بتكون ساكنه، فالمؤنث بيكون بالشكل ده كده زي الزائد كده، بيكون ساكن مكانه. علامه التزاوج، وانا كنت بعمل تزاوج من شويه كنت بعمل لك اكس بالشكل ده. حلو حلو. الاباء بيرنت، الامشاج اللي هو الجاميطات جي، الجيل الاول اللي هو اف 1 والجيل الثاني اف ايه؟ اف 2. دي هنحتاجها برضو ان شاء الله في الشغل بتاعنا. يرمز لعمليه الصفه الوراثيه بحرفين، يعني كنت بقول لك مثلا اصفر، خلي بالك بقى كده اصفر، حلو كده؟ حلو. فالاصفر ده لو هو واي كابيتال، الاول كابيتال والثاني كابيتال، يبقى ده كده الاثنين سائدين. طب لو قلت لك واحد كابيتال وواحد سمول، يبقى ده سائد ومتنحي، يبقى السائد كابيتال، المتنحيه يبقى سمول. طب لو صفه سائده نقيه، اثنين كابيتال. صفه سائده متنحيه هيجين قصدي، يبقى واحد كابيتال وواحد سمول. طب صفه متنحيه يبقى الاثنين سمول. شكرا كده، بس كده. اللي بعد كده بيقول لك للتعبير عن الرموز بقى، بيقول لك ايه؟ بيقول لك دلوقتي اهوت، ده برضه تطبيق يعني الموضوع. لو الصفه طول الساق بالتي، لو هو طويل عشان دي الصفه السائده فالقصر يبقى تي سمول. فعايز صفه طول الساق اللي هو نقي، اللي هو السائد النقي، يبقى تي كابيتال تي كابيتال. طب السائد اللي هو القصر يبقى تي سمول تي سمول. انما ده اللي هو اللي هو طويل بس غير نقي يبقى تي كابيتال تي سمول. شكرا. اللي بعده اهو، اذا علمت ان الرمز الجيني طول الساق بالشكل ده كده. ايوه عايز يعني طول الساق تي، عايز ايه؟ ما هو فين السؤال؟ فين السؤال؟ مفيش اي سؤال. ايوه عايز ايه يعني؟ يعني الصفه طول الساق يعني، ماشي خلاص، يبقى تي كابيتال تي كابيتال لو هي نقيه. الازهار البيضاء يبقى ار سمول ار سمول عشان دي متنحيه. القرون الصفراء، طبعا القرن الاصفر ده سائد ولا متنحي؟ متنحي، يبقى جي سمول جي سمول. طب البذور الملساء ديت السائده ولا متنحيه؟ اولا كده طبعا ار ديت يعني الرف، يعني خشنه على فكره، يعني كده المفروض بذور ملساء. طب هي الملساء يبقى يعني المفروض البذور الملساء تبقى دي السائده، فالمفروض يبقى اس سموث، فالمفروض يعني ماشي خليها ار عادي، يبقى ار كابيتال ار كابيتال، بس يعني فيها حاجه غلط الحته دي اعتقد. ما علينا ما علينا. اللي بعد كده في ارشادات بقى لحل المسائل. انهي مسائل يا مستر؟ اللي انا كنت لسه حلها من شويه. يبقى انهي مساله؟ اللي انا كنت لسه حلها من شويه. طب ركز بقى معايا كده، بسم الله. طبعا انا كنت بقول لك دلوقتي هو ايه؟ هيبدا يتكلم عن في حاجات بتحمل الصفه السائده وحاجات تحمل الصفه المتنحيه. في برضو حاجات تنتج افراد بنسبه 50-50، يعني بنسبه 1:1. في حاجات مثلا بتنتج حاجات بشكل مختلف، فانا ما بحبش اقول ده، بس انا بحب ادخل في المساله. هو بيقول لك ايه؟ طبعا جايب لك زهره بيضاء وزهره حمراء. طبعا زهره بيضاء دي بتكون ايه؟ بتكون سائده، صح كده؟ ايوه. وزهره بيضاء بتكون ايه؟ متنحيه، صح؟ صح. طبعا لو هو بيقول نقيه يبقى دي ار كابيتال ار كابيتال، مع بيضاء يبقى ار سمول ار سمول. فالناتج بتنتج الصفه السائده بنسبه 100% في افراد الجيل الاول، والجيل الاول يعني اف 1. ودول الاباء اللي هم البيرنت اللي هو بي، وده اكس اللي هو التزاوج. حلو. طيب تعالى بقى كده بيقول لك ايه؟ يلا نحل بقى كده ونفهم مع بعض. عند تزاوج نباتي بازلاء احدهما احمر الازهار، ما قالش نقي ولا مش نقي، يعني هو ممكن يكون نقي، ايوه، ممكن يكون هجين. خلي بالك معايا في الحته دي بالله عليك، انا هنا هشرح كلام مهم. لو نقي يبقى ار كابيتال ار كابيتال، لو هجين يبقى ار كابيتال ار سمول، والاخر ابيض اللي هو ار سمول ار سمول. حلو. يبقى انا كده هزوج احمر، ايوه، مع ابيض. حلو. طيب وكده كده الابيض ار سمول ار سمول، بس الاحمر ما اعرفش ار كابيتال ايه؟ كابيتال ولا سمول؟ ماشي. نتجت افراد بنسبه 50% حمراء و50% بيضاء.
بص لو كنت عملت القانون الاول لمندل دي كانت سائده اللي هو ار كابيتال، فهينتج ار كابيتال ار سمول، فكلهم كده هيكونوا ايه؟ حمراء. يبقى دي غلط، يبقى دي غلط ما تنفعش، فتوقع انها تبقى الثانيه. يبقى انا مش هينفع اشتغل على دي، يبقى انا هخليها اللي هي المتنحيه مع السائد الهجيء، السائد الغير نقي، يبقى اللي هو ار كابيتال ار سمول. حلو. طيب خلي بالك بقى كده، قانون انعزال العوامل الوراثيه، يعني انا باخد من دي كده، دي تدينا كام عامل وراثي؟ افتكر كده، يعني قسمهم كده اهو. ما هو الار كابيتال ده عامل ادي ار كابيتال، وادي الار سمول ده عامل ادي ار سمول. طب ده يدينا كام عامل وراثي؟ 2 ولا 1؟ 2 عادي، ار كابيتال ار سمول ار سمول. بس اقول لك على حاجه، خد واحد بس منهم، طالما متشابهين خد واحد بس يبقى ار سمول. يقوم ايه اللي يحصل بقى؟ ركز بقى معايا كده، هاخد الار كابيتال مع الار سمول يبقى ار كابيتال ار سمول. حلو، ادي اول واحد. هاخد الار سمول مع الار سمول يبقى ار سمول ار سمول، ادي تاني واحد. شكرا، خلص الموضوع. ايه ده؟ ده بيكون سائد اللي هي البذور اللي هي الازهار الحمراء، وده بيكون متنحي اللي هي الازهار البيضاء. يبقى ايه ده؟ بنسبة 50% ازهار حمراء الى 50% ازهار بيضاء. فوضح على اسس وراثية اهو، دي الاسس الوراثية اهو. يبقى ده الشكل اللي هو محتاج انك تكتبه. بس خلي بالك بقى كده في شوية اخطاء احنا عملناهم. ايه هما؟ انا لازم ابقى كاتب له ان ده البيرنت اللي هو الاباء اللي هتتجوز، وده اللي هو الايه؟ الجوميتات مثلا اللي هي الامشاج اللي بيطلعها اللي هي طلعت، وده الاف 1 اللي هو افراد الجيل الايه؟ افراد الجيل الاول. ما هو ده اللي حصل. كلام حلو. هنشوف الكلام ده برضو كتير تاني في اشكال تانية اهوت. خلي بالك بقى كده، خلي بالك كده، هما ما سابوناش اي مسألة خالص ما شاء الله. ايوه بص كده، يعني بالشكل ده كده اهو بي 1 بيطلع جاميتس، يعني هو بيبدا ان هو يعمل انعزال العوامل الوراثيه، ما سابوناش اي حاجه. ماشي، بيطلع ايه؟ بيطلع جاميتات. بيطلع ايه؟ بيطلع جاميتات. خلي بالك بقى معايا كده، يبقى هو بيطلع جاميتات اهو، جي 1 جاميتات او جي عادي، مش لازم جي 1. فهو عزلهم بالشكل ده وطلع ده وطلع ده بالشكل ده كده، ثم في الاخر ادانا كده احمر وادانا ايه؟ وادانا ابيض. كلام جميل. اللي بعده بص كده، بيقول لك تم التزاوج في ذبابة الفاكهة بين ذكر وأنثى كلاهما طويل الجناح، الاثنين طوال. حلو. وكان الناتج 27 فرد. حلو. طويل الجناح، كلام جميل. و9 أفراد قصيرة الجناح. معلش يعني كده ما بتفكركش بحاجة 27 طويل، خلي بالك، إلى 9 قصير، ما ينفعش. ممكن نقول عليهم يعني كده 3 إلى 1. ينفع يا مستر. حلو، هتفرق معايا في الشغل. وضح على أس وراثية علما بأنه يرمز لجين صفة طول الجناح بالرمز تي، ولجين صفة قصر الجناح بالرمز تي، بس تي سمول، تي كابيتال وتي سمول. بص يا عم الحاج، لو انت هتفكر كده، هو بيقول لك ان هما كانوا طوال. الاساس التزاوج كان الاثنين طوال، فتي كابيتال تي كابيتال مع تي كابيتال تي كابيتال هيديك تي كابيتال تي كابيتال بس، مش هيديك قصير. شكرا، ما تنفعش معايا البتاعه دي خالص. طب ما تيجي نعملهم حاجه ثانيه، الاثنين كانوا طوال، طب ما تيجي نعمل تي كابيتال، ايوه تي سمول اللي هو سائد هجيء، يعني سائد هجيء مع تي كابيتال تي سمول يعني سائد هجيء، يقوم يدينا ايه؟ مش انا قلت لك ده البيرنت؟ هيديك الجاميتس ثم هيديك الايه؟ الجيل الاول. طب تعالى بقى معايا كده، يلا فين الجاميتس؟ يلا اهو اقسم، وهنا اقسم، هنا تي كابيتال وتي سمول، هنا تي كابيتال وتي سمول. طب ليه عملت هنا 2 وهنا 2؟ عشان مختلفين، انما في ده لما كانوا متشابهين خدت واحده بس. حلو. طيب هنا بقى ايه اللي يحصل؟ يلا بقى بسم الله اهو، خلي بالك كده، ناخد التي كابيتال، هنبدا بالاولى مع التي سمول اهو، تي كابيتال تي قصدي كابيتال اهو، بعد كده التي كابيتال مع التي سمول ده اهي، يبقى تي كابيتال تي سمول. يبقى امسح دول كده اهو، امسح دول كده اهو، تي كابيتال تي سمول. حلو، خلاص خلصنا من دي. تعالى في دي، تي سمول تي كابيتال، بس بنكتب الكابيتال الاول، يبقى تي كابيتال تي سمول، ادي اول حاجه. ثم تي سمول، ايوه تي سمول، يبقى تي سمول، ايوه تي سمول. ايه ده بقى يا مستر؟ ايه ده بقى؟ ده بقى الله، ايه ده؟ خلي بالك بقى كده، خلي بالك بقى كده، ركز بقى معايا. احمر قصدي طويل ولا قصير؟ طويل.
طويل طويل قصير. ايه ده؟ يبقى 3 طويل الى 1 قصير. ايه ده؟ طب ما هو ده. فهو بقى بيقول لك وضح على اسس وراثيه، يبقى انت رسمت له الرسمه دي، ففي الاخر نتج 3 طويل الى 1 قصير اللي هو عايزه ده. بس هي دي الفكره كلها. يبقى هو عايز يعرف مين اللي انت دخلت بيهم، مين الاباء. الاباء يبقى تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. يبقى التزاوج كان ما بين اب طويل هجين مع اب طويل هجين. شكرا كده. المذكر طويل هجين مع المؤنث طويل هجين. كلام جميل. طب تيجي بقى نفهم النواتج احتمالات التزاوج. تعالى كده بص كده. لو فرد بيحمل صفه سائده نقيه، يعني ايه كابيتال ايه كابيتال، لو تزاوج خلي بالك بقى كده مع واحد بيحمل صفه، خلي بالك معايا الحته دي، نقيه، معلش انا هقولها بقى بالمره، نفس الحاجه بتاعته. يعني ايه كابيتال ايه كابيتال مع ايه كابيتال ايه كابيتال هينتج ايه؟ هو ايه كابيتال ايه كابيتال. ادي اول احتمال. يبقى لو نقيه مع لو صفه سائده نقيه مع صفه سائده نقيه هينتج صفه سائده نقيه. طب لو صفه سائده نقيه مع صفه سائده غير نقيه، يعني ايه كابيتال ايه كابيتال مع ايه كابيتال ايه سمول. طب ما تيجي نبص كده اهو، ايه كابيتال ايه كابيتال مع ايه كابيتال ايه سمول. دي اول حاجه. طب ايه كابيتال ايه كابيتال اللي هي صفه سائده نقيه مع ايه سمول ايه سمول. ركز معايا. انا قلت لك اللي شبه بعض بناخد منهم واحد، يبقى ايه كابيتال، ادي المشيك بتاعه. طب دول هيبقوا 2، يبقى ايه كابيتال وايه سمول. ما تيجي نعمل تزاوج. يلا هناخد الاول مع الاول والاول مع الايه مع التاني. ايه كابيتال ايه كابيتال ادي 1. ايه كابيتال ايه سمول اهو، يبقى ايه كابيتال ايه سمول. ايه ده؟ ايه ده؟ ادانا لما ايه كابيتال ايه كابيتال مع ايه كابيتال ايه سمول يدينا نفس النتيجه، يعني بنسبه 50 الى 50. اقول لك على حاجه، خلي بالك بقى كده، ركز معايا في الجمله اللي جايه دي. الافراد الناتجه كلها سائده، بس 50% سائد نقي و50% سائد ايه هجين. طب تعالى كده نبص الكلام ده اهو. بص كده، بص كده، 50% سائد نقي و50% سائد ايه هجين اللي هو غير نقي. بس كلهم كده ممكن نقول كده الافراد الناتجه مطابقه تماما للفرد الابوي. ازاي؟ يعني نصهم كده ونصهم كده، اللي هو ده شبه ده اللي انت مدخلهم اللي طالع شبههم بالظبط. الحاجه الثانيه ممكن نقولها، ممكن نقول ان هم كلهم سائدين. ماشي. طب لو بقى صفه دي كده، بص بقى كده، ما هو ده هتاخد منه ايه كابيتال وده هتاخد منه ايه سمول اهو، فيبقى الناتج ايه كابيتال ايه سمول. ايه ده؟ هيبقى سائد هجين. يبقى الافراد الناتجه 100% سائد ايه هجين اللي هو غير نقي. شكرا. طب لو خدنا بقى صفه نقيه ايه كابيتال ايه سمول، عملناها مع الثلاث حاجات. بص كده بقى مع نفسها، ما تروحش تقول لي ايه كابيتال ايه سمول مع ايه كابيتال ايه كابيتال اهو حلو مع ايه كابيتال ايه كابيتال. يا عبيط يا اهبل، ما هو اهو، ما هو الناتج اهو. خلاص مش هعيدها بقى تاني، مش انا يعني فاهمني. انما انا عندي 2 اللي هو ايه كابيتال ايه سمول مع ايه كابيتال ايه سمول، دي اول واحده. او ايه كابيتال ايه سمول مع ايه سمول ايه سمول. تعال نشوف مع بعض هيطلع ايه. ايه كابيتال دول كده اهو، ايه كابيتال وهنا ايه سمول، وهنا برضو 2 ايه كابيتال ايه سمول. يلا بسم الله. هناخد الاولاني اللي هو الايه كابيتال، هناخده مره هنا وادي المره الثانيه هنا اهو، يبقى ايه كابيتال ايه كابيتال اهو، او ايه كابيتال ايه سمول. ادي اول حاجه. الثانيه الايه الثانيه، يلا ده بالشكل ده كده ايه كابيتال ايه سمول. ما انا قلت لك بنبدا بايه بالكابيتال الاول. الايه سمول ايه سمول ايه سمول ايه سمول. ايه ده؟ نتج 3 سائد الى 1 متنحي. بص كده اهو 3، خلي بالك بقى كده اهو ايه كابيتال اهو 3 سائد. بص معلش بقى الحته دي حلوه قوي، انا بحبها هو نتج ايه؟ معلش كده انا عندي كذا شكل. ايه هما الكذا شكل دول؟ ركز بقى معايا. انا ممكن اقول لك انا نتج عندي دول وده وده او دول. لا افهم بقى يعني ايه 25% اللي هو 1 يعني هجين ولا متنحي؟ متنحي. 50% سائد هجين او سائد غير نقي اهم، ايه كابيتال ايه سمول ايه كابيتال اسمه. و25% سائد بس نقي. يبقى ممكن اقول النسب تبقى 25 50 25. دي طريقه.
في طريقه ثانيه ان انا اقول ان دول 75 الى 25. لا تاني ركز معايا. دول 3 سائدين مع 5 مع 1 غير يعني ده هجيء قصدي متنحي. 3 سائد و1 متنحي يبقى 75 الى 25. اركن دي على جنب. بطريقه ثانيه الاثنين دول شبه بعض، فالاثنين دول كده هيبقوا سائد بس نقي ولا غير نقي؟ غير نقي. يبقى سائد غير نقي الى 1 سائد نقي الى 1 متنحي اللي هو النقي. متنحي نقي طبعا يعني. يبقى 25 50 25 اهو، وده اللي حصل فعلا. 25 50 25. الاخيره بقى ايه كابيتال ايه سمول اهو. كده ادي الايه كابيتال وادي الايه سمول مع ده الايه سمول. ايه كابيتال ايه سمول ادي 1 وايه سمول ايه سمول ادي التاني. يبقى ايه كابيتال ايه سمول وايه سمول ايه سمول. ايه ده شبه الفرد الابوي بالظبط كده. شبهه بالظبط. شكرا خلص الموضوع. يبقى 25 50 50 بس كده. طيب هنبدا بقى. احنا كل اللي احنا اخدناه القانون الاول لمندل كان بيدرس صفه وراثيه واحده. اصفر مع اصفر اخضر، يعني اصفر مع اخضر، يعني اللي هو ايه لون بذور مع لون بذور، طول ساق مع طول ساق، اللي هو طويل او قصير. بس الفكره ان هي صفه واحده، صفه طول الساق، صفه لون البذور، صفه لون القرن. هنا بقى القانون التاني لمندل اسمه قانون التوزيع الحر للعوامل. بس خلي بالك بقى كده، هنا احنا مش بنتكلم عن صفه وراثيه واحده، زوجين يعني زوج من الصفات. يعني بص كده، احنا هنا المفروض زوج من الصفات يعني ايه؟ يعني صفتين. يعني لما اجي اقول لك بص انا دلوقتي في مندل الاول بدرس زوج من الصفات. يعني ايه زوج من الصفات؟ ما هو الكوتش ده زوج من الاحذيه، واحد يمين واحد شمال بس هم عكس بعض صح؟ فنفس الفكره في مندل الاول انا كنت بدرس زوج اللي هو ايه؟ اصفر مع اخضر، بس هي نفس الحاجه صفه وراثيه واحده. هنا بقى لا، هنا مختلفين في زوجين من الصفات. يعني ايه زوجين؟ يعني الاصفر نبات اصفر طويل، اصفر طبعا البذور، طويل الايه الساق، مع نبات اخضر البذور. ايوه خلي بالك بقى كده، خلي بالك اخضر البذور ماله بقى كده؟ طبعا قصير الايه؟ قصير الساق مثلا يعني. ايوه هنا دي الفكره كلها. فان صفه كل زوج منهما تورث مستقله. صفه كل واحده تورث ايه؟ تورث مستقل. كلام جميل. طيب سيبك من الحته دي دلوقتي خالص، ماشي كده؟ تعالى بس نبدا نفهم الايه الموضوع. يبقى انا كده بشتغل على صفتين او اكتر بقى، بس انا هشتغل على صفتين بس. طيب حلو، تعالى بقى نفهم الموضوع ده. خلي بالك بقى معايا كده، انا مش عارف هم سايبين لي كل الاوراق ديت ليه، انا هعمل بيها ايه يعني. اهو بص كده، انا هشتغل، خلي بالك هي الفكره كلها في الجدول. انا هشتغل على نبات بازلاء بذوره ملساء صفراء. طب تعالى بس معايا كده، نبات بازلاء بذوره صفراء ايوه ملساء حلو، مع نبات بازلاء تزاوج خضراء ايوه مجعده. بص الصفراء كده هتبقى واي كابيتال، ماشي كده؟ هنبدا بالواي كابيتال واي كابيتال صفراء نقيه. الخضراء تبقى واي سمول. الصفه اللي تبدا بيها الاول هنا هي نفس الصفه اللي تبدا بيها الاول هنا، ادي اول معلومه. اللي بعد كده ملساء اشتغل على الايه؟ على الار. خلاص يبقى ار كابيتال هنا هيبقى ار كابيتال ار سمول. يلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا جيلين، اي توارث جيلين، جيل اول وجيل تاني. تعال نشوف اللي هيطلع في الجيل الاول. مش ده كان البيرنت؟ افهم معايا بقى كده، مش ده كان البيرنت؟ بي. ما تيجي نطلع الجي 1 او الامشاج اهو، ثم الاف 1 اللي هو الجيل الاول. مش دول شبه بعض؟ يبقى هاخد منهم واي كابيتال. مش دول شبه بعض؟ يبقى هاخد منهم الار كابيتال. مش دول شبه بعض؟ هاخد منهم واي سمول. مش دول شبه بعض؟ هاخد منهم الار سمول. حلو، ما تيجي يلا نعمل لهم تزاوج مع بعض. عملنا لهم تزاوج نتج ايه؟ ركز بقى معايا كده. الصفه الوراثيه لما انت كنت كاتبها كنت كاتب الوايات جنب بعضها ثم الارات جنب بعضها، نفس الكلام هتعمله هنا. يبقى واي كابيتال واي سمول اهو. يبقى انا كده خدت الاصفر لوحده، اركن ده على جنب. ثم ار كابيتال ار سمول، يبقى انا خدت الارات جنب بعضها. يبقى هي دي الفكره.
يبقى انا دلوقتي في الجيل الاول خدت الاصفر جينات الاصفر جنب بعضها، وجينات ايه؟ وجينات او جينات الالوان جنب بعضها، وجينات الايه؟ اللي هو النعومه او الملساء جنب بعضها. بس ده كده الجيل الاول. الجيل الثاني بقى اللي هو B2 بيرنت 2 بقى، هتاخد اللي ناتج وتجوزهم مع بعض، يعني واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول مع واي كابيتال ايوه واي سمول ار كابيتال ار سمول. هنا بقى في مشكله. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ المشكله طبعا القانون اللي مكتوب ده غلط. القانون المكتوب ده بيكون ايه؟ بيكون يعني مكتوب غلط. بيقول لك صفه سائده بنسبه 3 على صفه متناحيه بتكون بنسبه ايه؟ بنسبه 1. للاسف القانون ده ايه؟ القانون ده غلط. طب هنثبت ان القانون ده غلط دلوقتي؟ تعالى كده بس عشان ايه؟ عشان نبقى عارفين الموضوع ده، لان الموضوع يعني مش مظبوط قوي كده، مش مظبوط قوي. هنفهم يعني كمان شويه هنفهم ماشي، لان الموضوع مش بالبساطه دي كده. ركز بقى معايا. انتوا عارفين عشان نطلع الامشاج من ديت، مش انت هنا كنت بتطلع الامشاج اللي دول عشان شبه بعض طلعتهم واحده، ودول عشان شبه بعض طلعتهم واحده. طب هنا مش شبه بعض. انت عارف ده تطلع منه كام مشيج؟ 4 امشاج. ازاي؟ هقول لك. انت ممكن تقول لي المشيج يبقى الواي كابيتال مع الار كابيتال، يبقى ادي مشيج الاولاني واي كابيتال ار كابيتال. المشيج الثاني ان واي كابيتال ار سمول، يبقى واي كابيتال ايوه ار سمول. المشيج الثالث واي سمول ار كابيتال واي سمول ار كابيتال. الاقي واحد حموكشه، ولا حموكشه ما تقوليش يا مستر انت هنا عملت السمول الاول. ايوه هنا بقى الوضع مختلف. هنا انت بتتكلم في صفتين. انت بتتكلم في صفه اللي هو اللون ثم صفه الاملس. انت بتبدا باللون الاول في كل الاحوال حتى لو كان سمول. خلاص يعني احنا قررنا من بدايه مسالتنا ان احنا هنبدا باللون. حلو، يبقى هتحط اللون مهما كان، ولكن لو بتحط جينين للون يعني جينين لنفس الصفه حط الكابيتال الاول، جينين لنفس الصفه حط الكابيتال الاول. حلو. طب لو بص الواي الاول اهو على الار، ما الاثنين سمول عادي. طب هنا الواي كابيتال ثم الار عشان انا ببدا بالايه؟ بصفه اللون. ثم هنا بقى انا بدات بالواي كابيتال ثم ار كابيتال واي كابيتال ار سمول واي سمول ار كابيتال، ما عنديش مشكله. المهم صفه اللون تبدا هنا واي سمول اهو ار سمول. شكرا. ادي 4 جينات من ده. وبما ان ده قانون ده زي ده، فالمفروض ان اللي ناتج من ده هيبقى شبه دول بالظبط. انت عارف ده معناه ايه؟ انت بتضرب 4 عوامل وراثيه في 4 عوامل وراثيه. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود يا عم الحاج. فهو اللي هيطلع ده هتعمل ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ده احنا كده محتاجين نعمل جدول ال 16. ايه اسمه؟ جدول ال 16. طيب خلي بالك بقى كده، جدول ال 16 اللي هو قدامنا ده، بص مش انت كان عندك يعني انا قايل لهم سيبوا لي جزء فوق عشان اكتب فيه، وسيبوا لي جزء في الجنب عشان اكتب فيه. طب انا اكتب فين دلوقتي؟ تعالى ركز معايا، ركز. ان شاء الله هنجيبها يعني. اهي ادي جزء اهو، مش عارف هتيجي ازاي والله. 1 2 3 4 هما كده عملوا 5؟ لا ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مظبوط. طب حلو، يعني هما ربنا نفخ في صورتهم وعملوا دي غلطه. ماشي، بس تعالى كده هناخد منهم الجزئيه دي كده. خلي بالك بقى معايا كده يا صديقي. بص كده، اولا كده سيبك من دي خالص، مش عايزين من دي حاجه، مش عايزين منها حاجه. ولا عايزين منها؟ عايزين منها برضه. عايزين ايه؟ عايزين منها. طيب بص بقى كده معايا يا صديقي. اولا كده ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا قلت لك خلي بالك معايا، عندنا جدول اسمه جدول ال 16. مش انا عندي 4 جينات اهم هجوزهم ل4 جينات 4 مع 4. ايوه، فبالشكل ده كده. خلي بالك بقى كده، بص اهو انا هكتبهم اهو. واي كابيتال ايوه ار كابيتال، ثم واي كابيتال ايوه ار سمول، بحطهم بالشكل ده كده. ثم واي سمول ار كابيتال، ثم واي سمول ار سمول. وبنفس الكيفيه اللي حطيتهم بنفس الترتيب حطهم هنا اهو. واي كابيتال ار كابيتال واي كابيتال ار سمول واي سمول ار كابيتال واي سمول ار سمول. حلو، يبقى دي الامشاج الاولى مع امشاج الايه؟ مع امشاج اللي هو الفرد الثاني.
حلو، يلا نجوزهم لبعض، يلا نجوزهم لبعض. يا دبلة الخطوبة، مش عارف ده هنجوزهم مش هنخطبهم، هم اتخطبوا خلاص، يتجوزوا بقى يلا. بص بقى كده، حط ايدك هنا كده، بص شمر كده، شمر شمر، ايوه شمر، حط ايدك هنا كده. الاولاني واي ار مع ده، امشي كده. بص اهو انا حاطط ايدي اهو، لا ما تكتبش حاجه، ما قلتلكش اكتب. واي كابيتال ار كابيتال، انا عارف انا بعمل حاجه غلط. واي كابيتال ار كابيتال، يا عبيط يهبل، يا عبيط يهبل يا اللي هتعمل الكلام ده. ليه؟ مش انا لسه قايل لك دلوقتي بنحط العوامل الوراثيه اللي شبه بعضها جنب بعضها؟ انا بحط الوايات جنب بعضها والارات جنب بعضها، اشمعنى؟ عشان احط جينات الصفه بتاعت اللون جنب بعضها، ثم جينات الصفه بتاعت الاملاس والايه والمجعد. يبقى المفروض اعمل الواي كابيتال واي كابيتال ثم ار كابيتال ار كابيتال. حلو، طب بص كده اهو، واي كابيتال مع الواي كابيتال اللي هنا، ار كابيتال مع الار سمول اللي هنا. طيب واي كابيتال اللي هنا اهي مع واي سمول اللي هنا، شوف ار كابيتال اللي هنا مع ار كابيتال اللي هنا، واي كابيتال واي سمول قصدي مع ار كابيتال ار سمول، يبقى ار كابيتال ار سمول. شكرا كده، هو ده كل الموضوع، هو خلصانه بالشياكه، خلصانه بالشياكه. كلام جميل. طيب معلش يعني هم اكيد طبعا اخدوا نفس الجدول كوبي بيست بنفس الغلط بتاعه. ماشي، طيب احنا يعني ايه تمام يعني ان شاء الله هنظبطها يعني باذن الله. طبعا انا مش عاجبني الوضع اللي بيحصل يعني، بس نبص على الدنيا دي كلها. المحاضره طبعا فتحت مننا على الاخر والموضوع لسه كبير، بس انا ما يفرقليش وقت، والله العظيم انا ما يفرق لي وقت وماليش دعوه. طبعا انا عارف ان انتوا في بعض الطلبه بتدخل ايه تروح على فيديوهات، انا بتكلم على طلاب اليوتيوب يعني، طلاب المنصه كده كده بيطلع عينيهم ما يقدروش يتكلموا معانا، صح؟ طول المنصه طلعنا عينيهم والله معانا. المهم ادي واي كابيتال اهو، واي كابيتال، معلش واي، خلينا نكتب بلون تاني بقى ماشي، وخلينا نكتب ده بلون اهو هنا، بس هنكتب هنا الحته دي كده واي كابيتال ار كابيتال ماشي، ونجيب ده الازرق واي كابيتال ار كابيتال واي كابيتال ار سمول واي سمول ار كابيتال واي سمول ار سمول. معلش انا عامل ده الهدف، يلا نشتغل بسم الله. بص كده، واي كابيتال واي كابيتال، بدأنا بالوايات، ثم ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال، ار سمول ار كابيتال، ما ينفعش ببدأ بالكابيتال ثم السمول. حلو، واي كابيتال واي سمول، يبقى واي كابيتال واي سمول، ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، واي كابيتال واي سمول، يبقى واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول، ار كابيتال ار سمول. شكرا. اللي بعده واي كابيتال واي كابيتال، يبقى واي كابيتال واي كابيتال، ار كابيتال ار سمول، ار كابيتال ار سمول، واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال واي كابيتال، ار سمول ار سمول ار سمول ار سمول. حلو حلو، واي كابيتال واي سمول ار سمول ار كابيتال، طبعا واي كابيتال واي سمول ار كابيتال ار سمول، ما ينفعش نبدا بالسمول. واي كابيتال واي سمول اهو، ار سمول ار سمول ار سمول ار سمول. اللي بعده واي بص اهو، نبدا من هنا تاني، واي كابيتال واي سمول واي كابيتال واي سمول، ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال، واي سمول واي كابيتال، يبقى واي كابيتال واي سمول، ار كابيتال ار سمول اهو، ار كابيتال ار سمول، واي سمول واي سمول واي سمول واي سمول، ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال ار كابيتال. حلو، واي سمول واي سمول اهو، ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول. هنا واي سمول واي سمول، معلش انا رايح فين؟ انا اللي موديني هناك اهو، واي كابيتال واي سمول، ار كابيتال ار سمول ار كابيتال ار سمول، واي كابيتال واي سمول، ار سمول ار سمول، واي سمول واي سمول، ار كابيتال ار سمول، واي سمول واي سمول ار سمول ار سمول، يبقى واي سمول واي سمول ار سمول ار سمول. بقول لك ايه ولا
ولا بص، اللي بيطلع، انا كنت بقول لك 3 ل1 دي غلط، ناقصه. ايه اللي هي المعلومه ناقصه ازاي؟ بس هقول لك. اللي بيطلع عندي 4 اشكال، 1 2 3 4. ايه هم بقى ال4 اشكال دول؟ هو انت بتعمل صفه ايه مع صفه ايه؟ اصفر مع املس اللي هو لون. يبقى انا عندي بيطلع صفراء، بذور صفراء ملساء. بقول لك على حاجه، بتطلع عندي بذور صفراء مجعده، وبذور صفراء، ايوه خلي بالك بقى كده، بتكون خضراء، قصدي ملساء، خضراء، بذور خضراء بس ملساء. وعندي بقى بيطلع بذور خضراء بس مجعده. لا افهم بقى يعني ايه يا مستر الصفات اللي انت كتبتها دي. خلي بالك معايا كده، هو مش كده الصفرة ملساء دي سائده ودي سائده، انما دي سائده ودي متنحيه، دي متنحيه ودي سائده، دي متنحيه ودي متنحيه. يعني انت تقصد يا مستر ان هو ايه؟ سائد مع سائد، او سائد مع متنحي، او متنحي مع سائد، او متنحي مع متنحي، بالظبط كده. طب ما تقول لي بنسبة كام إلى كام إلى كام؟ بص كده، بنسبة 9 ل3 ل3 ل1. ما تيجي نخلص دي الخضراء المجعدة، تعالى كده أهي مفيش غير واحدة أهي يا صديقي، واي سمول ار سمول، يبقى خضراء مجعدة صح؟ أيوه أهي، يبقى خضراء مجعدة. حلوة أوي، دي الوحيدة بتبقى في الركن دايما هنا، دي الوحيدة اللي هي 1. طب أنت قلت لي 3 ل3، تيجي انا اوريك ال3. ادي 3، ركز بقى معايا كده، ادي 3 وادي بص العلامه بتاعت القلم بتاعي، 1 2 3 بص كده، ده اصفر ولا اخضر؟ اخضر، ما هو بدايته واي سمول بس ملساء، ما هو لو فيها 1 كابيتال بس تبقى ملساء. يبقى دول 3 خضراء ملساء، يبقى دول كده خضراء ملساء. طب ال3 دول بقى صفراء عشان واي كابيتال تبقى صفراء، بس ار سمول يبقى مجعده، يبقى 3 صفراء مجعده. يتفضل عندي 9. معلش يعني، هو انت لما تاخد 3 و3 يبقوا 6، 1 7 يتفضل كام؟ يتفضل 9. صح ولا انا غلطان؟ صح يا مستر. خلي بالك بقى كده، تيجي اوريهم لك هما فين. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يا صديقي. وناخد بريك 5 دقايق ونرجع نكمل مره ثانيه يا صديقي الموضوع بتاعنا ايه ده كله. بس يعني انا اعتقد ان احنا كفينا ووفينا الموضوع. يبقى 9 ل3 ل1 يا صديقي، وبس كده. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء ده. هنبدا بقى نعمل الايه؟ نعمل المساله دي يا صديقي. بس يعني ايه، فكر فيها كده وحاول تحلها زي ما احنا حلينا بنفس الطريقه، ما غيرناش اي حاجه خالص. كلام جميل. طيب يعني انا كنت عايز اخد بريك بس يعني ماشي. تعال الصفات بقى البشريه في الانسان. طبعا دي نفس المعلومات اهو. لو انت خدت جين سائد، فلو انت خدت جين زائد فهتظهر عندك الصفه السائده. لو جين واحد بس حتى، يعني انت مثلا عندك واحد من الاب وواحد من الام، خدت واحد من الاب سائد ومن الام متنحي، الصفه تظهر عليك اللي هي الصفه السائده مش المتنحيه. طب تيجي نبص على بعض الصفات، ايوه اللي هي الصفات الايه؟ السائده. ان انت قادر تلف لسانك، انا كده عندي صفه سائده. انما المتنحيه ان انت مش قادر تلف لسان، يبقى دي متنحيه. شحمه الاذن تكون منفصله زينا كده، انما لو ملتحمه او متصله زي ده كده متصله، لا ما تنفعش. انما دي اهو منفصله اهي. الشعر المجعد ده تخيل هو السائد، تخيل، مش الناعم ده الايه؟ المتنحي. ماشي. اللي بعد كده عندنا الشعر الاسود ده السائد، ده معروف ده. انما الشعر الفاتح اللي هو ده كده الواد الامريكاني ده، لا مش ده المتنحي، مش ده السائد، ده المتنحي. العيون الواسعه دي الحاجه الحلوه السائده، حجم العين. انما العيون الضيقه زي بتوع اليابان ده المتنحي. العيون البنيه ده كلون، يعني دي الصفه السائده. ولكن العيون الملونه اللي هي تكون ازرق اخضر رمادي، الحاجات دي كلها ديت الايه؟ الصفه المتنحيه. وجود غمازات دي الصفه السائده، المفروض عندنا غمازات، انما عدم وجودها زي الواد القلبوزه ده لا كده ما ينفعش. وصلت؟ يبقى دي متنحيه. حفظ عدم وجود النمش ده السائد، يبقى عدم وجوده ده سائد، ده كويس، ده المفروض معظمنا ما عندوش نمش. ولكن لو حد عنده نمش فدي صفه متنحيه. صفه ايه؟ متنحيه. فيقول لك القدره على لف اللسان من الصفات السائده، لان جين، خلي بالك بقى من الحته دي. انا عندي الصفه
عندنا ايه؟ عندنا جين، يعني الصفه اهي، الصفه اهي بتاخد جين من الاب وجين من الام، وليكن ده جين الاب وده جين من عند الايه؟ من عند الام. حلو. فالجين الازرق هو السائد، يعني مثلا ده الار كابيتال، والجين اللي هو ده الار سمول من عند الام. فالجين السائد يسود على الجين الايه؟ المتنحي. فجين الصفه ده السائد انه يلف ولا ما تلفش؟ تلفه. يبقى جين الصفه السائده يسود على الجين الصفه المتنحيه فيظهر اثره اللي هو السائد، فتقدر تلف لسانك. وصلت؟ طب امتى ما تقدرش تلف لسانك؟ لو انت واخد الجينين الاثنين يكونوا حمر. لو الاثنين يكونوا حمر يبقى انت واخد جين متنحي مع متنحي فما تقدرش تلف لسانك. طب لو انت واخد الاثنين زرق يبقى تقدر تلف لسانك لان انت معاك الجينين اللي هم الاثنين سائدين. يبقى الصفه على الاقل بجين واحد سائد تسود الصفه. طب لو الاثنين سائدين خير وبركه. طب الاثنين متنحيين يبقى ما تظهرش الصفه دي، تظهر عكسها. طيب ده سؤال برضو يعني هنشوفه دلوقتي. تعالى كده بيقول لك استنتج على أس وراثية صفات الأبناء الناتجين من تزوج رجل مجعد الشعر اتش كابيتال اتش سمول. يبقى الراجل اتش كابيتال اتش سمول، طبعا الراجل يبقى كده، مع امرأة ناعمة الشعر اللي هي امرأة بالشكل ده كده. أيوه خلي بقى امرأة بالشكل ده، معلش كده. طبعا مجعد الشعر هو صفة المجعد سائد ولا متنحي؟ ده السائد. ناعمه يبقى ده المتنحي، يبقى الام بتكون اتش سمول اتش سمول. انا قلت لك ده البيرنت، ايوه، فناخد الجاميتس ثم الايه؟ الجاميتس ثم الاف، الافراد. حلو. خلي بالك هنا كده هيدينا حاجتين، اتش كابيتال واتش سمول، وهنا هيدينا حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ اتش ايه؟ اتش سمول. شكرا كده. اتش ايه؟ اتش سمول. كلام جميل. طيب طبعا ممكن يحطهم في دايره كده، دوائر كده، عشان يبقى بالايه؟ يعمل زي الكتاب يعني ما بيعمل يعني. اهو. طيب خلي بالك بقى كده، تعالى بقى نوزع. تعالى ايه؟ نوزع. خلي بالك اتش كابيتال اتش سمول يبقى اتش كابيتال اتش سمول، او اتش سمول اتش سمول. يبقى ممكن يكونوا الافراد الناتجين يا اما يكون مجعد الشعر او يكون ناعم. يبقى الافراد الناتجه يا اما بيكون مجعد بنسبه 50% او ناعم بنسبه ايه؟ 50% برضه يا صديقي. شكرا كده. يبقى ده كل الايه؟ كل الموضوع. اللي بعد كده اللي ايه؟ الموضوع ده ايه ده؟ ده احنا خدناه والله. اللي فاضل حاجه بسيطه. ادي النواه فيها كروموسومات فيها دي ان ايه اهوت. الدي ان ايه الملفوف حوالين البروتين اللي انا قلت لك اسمه الهيستونات اهو، ده اسمها هيستونات. اكتبها عندك يا صديقي. شكرا. وادي الدي ان ايه بيكون شريطين اهو، فدي قطعه من الجينات ودي قطعه من الجينات ودي قطعه من الجينات ودي قطعه من الجينات. حلو. بعد كده الجينات هي اجزاء من الحمض النووي اللي انا قلت لك عليها ومسؤوله عن ظهور الصفه الوراثيه. حلو قوي. طيب ادي الكروموسومات بالشكل ده كده يا صديقي. طبعا ان احنا قلنا ان الدي ان ايه مكون من اجزاء صغيره اللي هي اسمها الجينات، ودي مسؤوله عن ظهور الصفه الوراثيه. افهم بقى ازاي اظهرت الصفه الوراثيه. تعال افهمك. خلي بالك بقى كده. ايوه اوعى ما تكونش جبتها اهي. طبعا بص بقى كده يا صديقي، انا عندي الجين ماله بقى كده؟ الجين اللي هو جزء من الدي ان ايه بيطلع انزيم معين، ينتج انزيم يطلع ايه؟ انزيم معين. الانزيم ده قادر ان هو يعمل تفاعل، لما هيطلع هيعمل تفاعل كيميائي معين. تفاعل ايه؟ كيميائي معين. التفاعل ده اهو هينتج عنه بروتين، فالبروتين ده هو اللي هيدي او هيظهر الصفه الوراثيه. صفه ايوه وراثيه محدده. شكرا كده. يبقى ده اللي ايه؟ ده اللي حصل، ان هو هينتج صفه وراثيه محدده. يبقى دلوقتي يا صديقي اهو الجين يدينا انزيم، الانزيم يعمل تفاعل كيميائي معين، يدينا بروتين اللي هيظهر الصفه الوراثيه المحدده اللي احنا عايزينها. فدي بنسميها فرضيه جين واحد انزيم واحد. يعني الجين ده اهو، ايوه الجين ده اهو هيدي انزيم معين، الانزيم ده اهو هيعمل تفاعل كيميائي فيدي بروتين فيدي صفه وراثيه محدده. شكرا كده. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لما يرث شخص من احد ابويه الجين المسؤول عن ظهور صفه لون العيون البنيه. ايوه ايه اللي يحصل؟ لو بقى عنده الصفه يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى هو كان عنده الجين هو عنده الصفه، هو وارثها، وارث الجين. فالجين هيدي انزيم، الانزيم هيعمل تفاعل كيميائي معين، التفاعل الكيميائي يدي بروتين يظهر الصفه الوراثيه اللي هي صفه العيون البنيه. شكرا كده. ولكن لو ورث صفه لون الشعر الاسود فهو هيبقى عنده الجين يدي انزيم، الانزيم يدي تفاعل كيميائي معين، يدي بروتين يدي صفه وراثيه محدده اللي هو بروتين يعمل على ظهور الصفه الوراثيه اللي هو لون الشعر الاسود.
ده الموضوع، دي الصفه الوراثيه الناتجه. كلام جميل. مين بقى اللي كان يتكلم عن الكلام ده كله؟ خلي بقى اسمهم العالمين بدل وتتم. والله الموضوع ده مهم. انا عندي هنا في الدرس ده 5 علماء. مندل كان معاه عبد الله احمد الشريف بس ما اتقالش في الدرس ده، وانا زعلان جدا جدا منهم يعني. مندل ضحك عليا. لو خدتوا بالكم ان انا اسمي ما اتقالش في البتاع ده. انت بعد الشرح ده كله عايز اكبر اثبات ان انا كنت مع مندل ولا لا؟ انا كنت معاه طبعا في التجربه بتاعته. العالمين التانيين واتسون وكريك هم اللي عملوا النموذج بتاع الدي ان ايه ده اهو، هم اللي وضعوا نموذج الجزيئي بتاع الدي ان ايه، ان هو عامل الشكل ده كده، اللي هو بالشكل ده كده، اللي هو بالايه بالشكل ده كده، اللي هو قال لك ان هو هيبقى لولب مزدوج شبه الحلزون المزدوج اهو. عملوه شبه السلم كده، عارف انت السلم هو عامل شبه السلم كده بس ملفوف شويه، سلم الدوران. ماشي. انما بقى العالمين بدل وتتم اكتشفوا ازاي الجين بيشتغل. عملوا فرضيه انا كنت لسه بقول لك عليها دلوقتي من شويه، فرضيه ايه؟ جين واحد انزيم واحد. فالجين يدي انزيم واحد، الجين المعين يدي انزيم معين، تفاعل كيميائي معين، بروتين معين، صفه وراثيه محدده. شكرا. وخدوا جائزه نوبل في الكلام ده كله سنه 1958. ماشي. طيب بعد كده لو جينا على هندسه الجينات اللي هي التكنولوجيا الحيويه، ايه اللي حصل بقى كده؟ طبعا هندسه الجينات ده فرع حديث، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه حاجه اسمها الهندسه الوراثيه، ده من ضمن الفروع اللي انا بعشقها. انا بصوا يعني دمي كده، لو انت هتلاقي ما بحبش في الدنيا قده. ايه اللي بيحصل بقى كده؟ واحد اهم تطبيقاتها في المجال الزراعي الطبي. خلي بالك بقى كده، انتاج ارز معدل جينيا لمكافحه الامراض. بص يا صديقي، الفكره كلها ان هم اكتشفوا ان في ناس بتفقد البصر. طب ليه يا عم الحاج بيفقد البصر؟ عشان مفيش فيتامين ايه اللي هو فيتامين الف. طب قال لك طب ما احنا مين ايه الاكل اللي بياكلوه كتير؟ الرز، ده المصدر الغذائي يعتبر الاساسي او الاشهر. فايه رايك لو احنا عدلناه وراثيا، عدلناه جينيا وحطينا فيه فيتامين الف، فيتامين ايه؟ فالدول الناميه اللي في جنوب شرق اسيا 500,000 شخص سنويا فقدان البصر عشان ما فيش فيتامين ايه، وده العناصر الغذائيه المهمه. فبالتالي عملوا ايه بقى؟ خلي بالك بقى كده، حلوا المشكله دي عن طريق ايه؟ عن طريق ان هم ايوه خلي بالك بقى كده، بص كده، انا عايز بس الحته اللي هي دي، ثواني ايوه خلي بالك بقى كده. جم رايح حاطين جين الكاروتين. شكرا كده. ما هو دي الفكره كلها، ان هو انا عايز ايه؟ عايز فيتامين الف. طيب فيتامين الف ده الاسم بتاعه، خلي بالك بقى كده، الاسم بتاعه اسمه ايه؟ اسمه الكاروتين. يبقى هو فيتامين الف مش موجود، اللي هو برو فيتامين الف. فقال لك ايه؟ طب انا عايز احط فيتامين الف جوه. جبت ماده، ايه الماده دي اللي هي تعتبر الاسم بتاع فيتامين الف؟ الكاروتين. خلاص جينا رايحين حاطين جين الكاروتين. فيبقى احنا دلوقتي بيقول لك ما الاساس العلمي اللي بيعتمد عليه انتاج الارز اللي بيحتوي على ماده الكاروتين؟ ان احنا دخلنا جين فيه ماده الكاروتين، ان هو يصنع ماده الكاروتين اللي هو فيتامين الف، اللي هو تخليق هذه الماده اللي هي ماده الكاروتين. يبقى انا حطيت الجين اللي هيدي انزيم، اللي هيعمل تفاعل كيميائي معين، اللي هيدي صفه وراثيه معينه، او اللي هيدي بروتين فيدي صفه وراثيه اللي هي صفه تصنيع الايه؟ صفه تصنيع الايه؟ ماده الكاروتين. يبقى الفكره كلها ان ماده الكاروتين هي فيتامين الف، بس هو نقص فيتامين الف هو بيبقى محطوط في ماده اسمها ماده الكاروتين. حلو قوي كده. زي مثلا الجزر يقوي النظر، ما هو الجزر كاروتين. افهم بقى يا عم، افهم بقى حاجه في حياتك بقى يا اخي. فالجزر كاروتين، كاروت، يبقى الجزر بيقوي الايه؟ النظر. فعشان كده حطينا ماده الكاروتين. حلو. فيبقى ازاي ماده الكاروتين اتحطت؟ حطينا الجين، عدلنا الجين، عدلنا التركيب الوراثي اللي هو الجين، اللي هو ايه؟ اللي هو الجين. شكرا. اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك مشروع الجينوم البشري. بص بقى كده، موضوع الجينوم البشري ده يعني موضوع كبير شويتين يعني، مش شويه بس، شويتين 3 4 5 6 يعني. بص يا صديقي، اولا مشروع الجينوم البشري ده احنا حطينا كل الجينات اللي احنا عرفناها لحد الان، يعني مثلا 10,000 جين، 20,000 جين، 50,000 جين، 60,000 جين، من 60 ل 80,000 جين مثلا. دي الجينات اللي احنا عرفناها، فحطيناها كلها في خريطه واحده. فانا بقيت عارف كل الجينات. يبقى لما انا عملت الخريطه دي، طبعا الكلام ده كله كان بادئ سنه ايه؟ سنه 90. ولحد النهارده برضه احنا لسه شغالين فيه بايدينا واسناننا. الموضوع كبير قوي، مش كده؟ فانا بعتبر نفسي عالم بقى ولا انت اللي قدامك العالم احمد الشريف؟ يلا
اوعى. فطبعا ايه اللي حصل بقى؟ ان انا دلوقتي عايز اعرف الجين مثلا المسؤول عن لون العين. طب هو الجين ده تتابعاته ايه؟ ولو اتغيرت التتابعات ده ايه تقوم تغير الجين، فاقدر اصلحه لو عملت كذا 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 كذا. مش فاهم. هو مش كان مثلا بقول لك ان انا هدخل ماده الكاروتين، هدخل ايه في ماده الكاروتين؟ هدخل الجين. طب وانا عرفت الجين منين؟ هو ده، عرفت تتابعات الجين. يعني مثلا اقول لك انا عايز اكلم س ص عين، عايز اكلم الشخص ده اهو، يبقى عايز رقمه، يبقى انا محتاج اعرف تتابعات الرقم بتاعه 0 10 1 6 3 5 7 9 4. يبقى انا محتاج اعرف التتابعات. هو ينفع اقول لك رقمه اكيد مثلا في 0 وفي 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 7 وفي 8؟ انت بقى خمن رقمه، تعرف؟ مش هتعرف. يبقى انت محتاج تعرف التتابعات بتاعت الرقم بتاعته. فاحنا دلوقتي عرفنا تتابعات القواعد النيتروجينيه، فقدرنا نعرف الجينات وترتيباتها، وكل جين بيدي صفه ايه، وكل جين بيعمل وظيفه ايه. يعني مثلا رحنا الخليه في البنكرياس بتصنع الانسولين، هناخدها الدرس الجاي ان شاء الله، الوحده الجايه. البنكرياس يصنع الانسولين، يبقى يدينا الانسولين، شكرا، بس خلص الموضوع. ماشي. التعرف على الجينات المختصه بالامراض المختلفه، عرفت المرض ده اللي حصل ايه الجين اللي عمله، ايه الغلط اللي حصل. سرطان اشهر حاجه، اشهر حاجه، الخليه بتنقسم بشكل مختلف، ايه اللي حصل بقى عشان تعمل السرطان؟ هعرف. الامراض العقليه، الامراض الدمويه، السكر، الدرس الجاي ان شاء الله هفهمك الحته دي بتاعت الجينات، هشرحها لك. تحديد تاثير الطفرات على عمل الجينات، يعني الطبيعي الراجل ده او الولد ده ابوه عينيه مثلا لونها اسود وامه عينيها لونها اسود، الولد طلع عينيه لونها ازرق، يبقى حصل طفره في الجينات بتاعته خلت عينيه لونها ازرق، يبقى طفره. واعرف هل الطفره دي حلوه ولا وحشه. ماشي. فهم بيولوجيه الانسان والتعرف على الاختلافات الفرديه في الجينوم البشري. طبعا الحته دي يعني مثلا ايه، حته الجينوم البشري اللي هو مثلا انا اشمعنى مثلا يعني وليكن صوابعي شكلها بالشكل ده، في ناس تلاقي صباعها مطوله شويه، في ناس تلاقي الصبع نفسه طويل شويه، طويل، في ناس تلاقي مثلا يعني اشكال مختلفه، تلاقي الصبع ده عنده مثلا طويل شويه، لا تلاقيه قصير، تلاقي الضفر مش عارف شكله عامل ازاي، مش بتلاقي الكلام ده؟ ايوه. يبقى دي اسمها الجينات. انا عندي جين معين فاداني صفه وراثيه معينه، انت عندك جين معين لنفس الحاجه اداك صفه وراثيه مختلفه، شكل الصبع بقى مختلف، شكل البشره بقى مختلف، الشعر نعومته مختلفه، طوله مختلف عندي وعندك. طيب اظهر المشروع تشابه البشر في اكثر من 99% من الدي ان ايه، ولكن الاختلافات في حاجات بسيطه اللي هو الشكل الظاهري. يعني كلنا يعني مثلا المعده تركيبها اكيد واحد، كذا اكيد تركيب واحد، القلب، الاوعيه الدمويه، غيره 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 غيره، الشكل الظاهري هو المختلف، البصمات، الوش، الانف، الفم، الاذن، يعني هو حتى لو يعني ده الشكل الظاهري اللي خلانا بس مختلفين، ولكن 99% من الجينات احنا متشابهين فيها. وصلت. يعني انت مثلا تقول لك ايه، ده انا شبه والدي، لا ده يقول لك انا شبه والدتي. هل انت شبه والدك بس؟ لا، ما انت واخد جينات تانية بس مش جينات الشكل. يعني طالما بتقول لي انا شبه والدي اكتر يبقى انا خدت كل جينات والدي، لا، ما ايه العبط ده؟ تبوظوا العلم اللي انا كنت بختاره انا والواد مندل اخويا وصاحبه وحبيبي في تخته واحده. طيب بالرغم من ضآلة نسبة هذه الاختلافات ولكن تؤثر بشكل كبير، ده هي انا شايف ده شكل وده شكل، لدرجه ان انا بقول لك احنا مفكرين دي كل الجينات، لا طبعا. ولكن بقى تؤثر في تقبل الفرد للمؤثرات البيئيه الايه الضاره. ازاي؟ يعني مثلا في واحد لو اتصاب ببكتيريا يبقى عادي جدا ويقدر يقاومها، واحد تاني لا، يتعب ويقعد اسبوعين ثلاثه. واحد تاني لو اتصاب بفيروس عادي ولا اي حاجه، ده انا راجل فلاح بقى وعايش في الارض والبلهارسيا ومش عارف ايه الحوارات دي كلها. واحد تاني لو شم شويه تراب يا لهوي يقعد في المستشفى اسبوعين ثلاثه. سموم، كيماويات، ادويه، علاجات مختلفه، كل واحد ليه جينات، فالجينات بتتقبل او ما تتقبلش الحاجه دي. هل مثلا الشخص اللي في امريكا جيناته زي جيناتنا؟ لا. لو جه مصر اول كل عند مصمت الشعب تلاقيه يا لهوي يدخل المستشفى على طول، مش بعيد يموت. انما احنا مصريين يا باشا، جيناتنا جينات مصريه. وصلت؟ فالفكره دي كلها. بس يبقى انت كده خلصت الايه؟ خلصت الدرس بتاعك يا صديقي، كل ده خلصناه. الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه بيتكون من حاجات صغيره اسمها ايه بقى؟ النيوكليوتيد. دي انا ما كنتش راضي اقولها فوق بصراحه.
ايه بقى النيوكليوتيدات؟ طبعا النيوكليوتيدات يا صديقي الفكره بتاعتها كلها زي حروف. لو انت فاكر من شويه كنت بقول لك ايه، ارقام 0 1 2 3 4 دول ناخدهم نكون بهم حاجه. فالنيوكليوتيدات عندنا اربع، يعني في نيوكليوتيده بيبقى فيها قاعده نيتروجينيه ادينين جوانين سيتوزين صيمين، ده بتاعت الدي ان ايه، فدول اربع حروف. فافرض مثلا حاطط لك نيوكليوتيده القاعده النيتروجينيه بتاعتها ايه، جي سي تي، ففي واحد جين لون العيون عنده ايه سي ايه جي ايه تي، واحد تاني ايه جي ايه تي سي مثلا. هنا ادالك صفه وهنا ادالك صفه وراثيه تانيه خالص عادي. يبقى عشان حصل اختلاف في الجين، لان اختلفت النيوكليوتيدات فبالتالي اختلف الجين، فباختلف الدي ان ايه، فبالتالي لما الجين يختلف يبقى الانزيم الناتج يختلف، فالتفاعل الكيميائي يختلف، فاللي هو البروتين يختلف، فالصفه الوراثيه تختلف. الجين لو اختلف عشان اختلفت النيوكليوتيدات فالانزيم يختلف، فالتفاعل الكيميائي يختلف، فالبروتين يختلف، فالصفه الوراثيه تختلف. وبكده يا صديقي عشان ما اطولش عليك، يعني اتمنى تكون استفدت من المحاضره الجميله العزيزه العسل دي، ماشي. وكده احنا هنعمل محاضره حل بقى. انا حليت مساله واحده بس اللي هي جدول ال 16، هنعمل بقى محاضره نحل فيها كتير جدا 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 من المسائل النوع ده يا صديقي. وبس كده يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره الجميله العظمه بتاعتنا دي، ودمتم بخير، ونلقاكم على خير في محاضره الحل. ثم وحده الهرمونات ان شاء الله نخلصها على طول، هتنزل على طول يا صديقي ان شاء الله. وبس كده يا شباب، دمتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام يا صديقي.